قبل ما ابدا الفيديو فانا حابب اتكلم معاك شويه يا عزيزي المتابع دلوقتي، وزي ما انت شايف في تطور كبير في القناه، وحتى اليوتيوب بدا يعرض الفيديوهات على ناس كتير. بس المشكله ان اغلب اللي بيتفرجوا مش مشتركين، وحتى اللايكات والتعليقات قليله جدا، وبالطريقه دي فالقناه هتموت وهضطر اقفلها. عشان كده انا عايزك تشترك وتعمل باقي الحاجات التانية يا صاحبي، صدقني ده مش هيتعبك لكنه هيفرق معايا جدا. ومن غير ما اطول عليكم هيا بنا في سرد الروايه. تخيل انك قاعد تلعب نفس اللعبة 11 سنة، الناس كلها بتلعب جنشن وفالورانت وانت قاعد تلعب نفس اللعبة اللي محدش يعرفها غيرك، لدرجة انك حفظت كل تفصيلة فيها، وفي يوم من الايام اللعبة تتحول لحقيقة وبرج اللعبة يظهر في نص المدينة، والناس تلاقي نفسها مجبرة يدخلوا للبرج ده. وهو ده بقى اللي حصل مع بطل قصتنا جن. بس قبل ما نبدأ انزل يا قلبي اعمل لايك كلمتين، واهم حاجة يا صاحبي اشترك في القناة دي. فانا عامل تحدي اننا نوصل ل 1000 مشترك، وعارف ان جيش رواية انمي قدها. ومن غير ما اطول عليكم يلا بينا في روايتنا العظيمة. بتبدأ حكايتنا مع بطلنا جن، ستريمر بائس فقير ملوش في الكلام الكتير، بيحاول يجمع فلوسه من بثه للعبة برج المحن، وده لحد ما انتهى من اللعبة أخيرا. بيقول كفاية كده، البث مبقاش يجيب همه، فأنا مش قدامي غير حل واحد، أفتح بث وأودع المتابعين وأشوف حياتي. لكن قبل ما يقول أي حاجة بيظهر بث مباشر على شاشات العالم، السما كلها بتقلب أحمر، بيظهر برج غريب على كوكب الأرض. المذيع بيقول إن ده هو برج المحن. إيه اللي بيحصل ده؟ بتظهر رسالة بتقول لهم منه الطابق الاول من البرج خلال 90 يوم، لكن لو فشلتوا هنتخلص منكم كلكم. جين مصدوم، الواد بيفكر وبيقول في نفسه انا لو فضلت قاعد مكاني عمري ما هبقى الاقوى في البرج ده. صاحبنا بياخد بعضه وبيطير جري على السلم، بينزل الشارع وبيلاقي الدنيا مقلوبه، لكن جين ساب المعمعة دي كلها وراح للمركز التجاري في النفق، وكل الناس اللي مستعده لبدايه برج المحن متجمعه هناك. لكن وهو ماشي بيلمح شخص غريب بيفكره بايام الرخامه، اسمه جون، وهو رئيس شركة تايها، وده اللي كان مستقصد جين في مجاله القديم، وخادم محتال كان بينصب على ستريمرز كتير. الراجل بكل بجاحة حط ايده على كتف جين وبيقول له ازيك يا صاحبي، بس جين صاحبنا قال له العالم اتغير، وفي جزء من الثانية بيديله ضربة في نفخه بتجيب اجله، بيقول له اوعى تفكر انك تكلمني وكأني صاحبك، فانا ما اتشرفش اعرف حقير زيك. وفجأة بتظهر قدامه شجرة ضخمة، ودي مش شجرة عادية يا صاحبي، فهي بتطلع ثمار نادرة جدا، واي حد هيلحق ياكل منها هتخليه قوي بشكل ملحوظ. لكن الشجرة ما فيهاش غير 4 ثمار بس، وده معناه ان هيحصل مدعكة في المكان ده. جون بيقول له مش لو اتعاوننا كنا نلحق الثمار دي، دلوقتي مش هتاخد اي حاجة بسبب غبائك يا جن. بيقول له خلاص فانت مش عارف حاجة. وفي الوقت ده بيظهر لعب وبياخد احدى الثمار، لكن الشجرة بتكبر وبترزع كل اللي عليها. جن بيقول كنت عارف، والعيال بتفتكر المرحلة دي نفس المرحلة اللي ماتوا فيها 50 مرة، والوضع شكله هيقلب مدعكة. جون لسه هيجري ويلاقي اللي يقول له استنى عندك. الواد بيتعصب، لكن جن بيقطع وبيقول له الجايزة مش الفاكهة لأ، ومش هنقدر ناخدها غير بعد ما نهزم شجرة الجشع. بيسأله هو المطلوب يعملوا ايه يعني، بيقول له لو هاجمنا من طريق واحد هنبقى أهداف سهلة، وعشان كده محتاج نهاجم من جهتين مختلفتين، وعشان كده استعد واوعى تتردد. بيقول له ما تقلقش يا صاحبي، فانا مش أول مرة ألعب اللعبة دي. وبالفعل بينطلقوا، الواد بيجري بكل سرعته وشكلهم هيعملوها ولا ايه. الشجرة بتستعد وبتهجم، لكن جن بيفلت منها بكل سهولة. بس هو فين جون صحيح؟ بيقول له انت مغفل يا ابني ولا ايه؟ انت مفكرني هثق بالصورة دي؟ انت بقى مغفل يا صاحبي. صاحبنا بيقول كويس انك ما اتغيرتش يا جون، وبالطريقة دي مش هندم على اللي هعمله فيك. بسرعة كبيرة الهجوم بيتوجه لجون، وشكلها كده نهايته يا صاحبي. جون مصدوم، الاشجار بتلف حوالين رجله، ومش بس كده بتعصر جسمه لدرجة صعبة. الواد بيقول ساعدني يا جن، لكن خلاص انت اللي حكمت على نفسك يا صاحبي، وبطلنا ولا همه اي حاجة. والشجرة بتهجم عليه بكل اغصانها، لكن ده جن يا صاحبي بيفلت من الهجوم بكل سهولة. ومن شروط اللعبة ان لو الاغصان تم صدها قلب الشجرة هيظهر وهيكون عرضة لاي حد. بس الموضوع مش سهل، لا، بيمسك سلاحه وبيقول لها تعالي يلا، والشجرة بتتعصب وبتهجم عليه مرة تانية. جن بيقول الموضوع هيبقى صعب بكل الاغصان دي، فالحل دلوقتي ان ابعد هجماتها عن مكاني. وبالفعل هجمة ورا التانية، والواد عامل شغل عالي، لكن ده مش معناه ان الموضوع سهل يا صاحبي، فرغم كل خبرته هيلاقي انه مش بنفس القوة اللي كان عليها. بس انت مفكر ان الموضوع خلص على كده؟ لا والله. جن بيقرب اكتر من الشجرة دي، بيقول في
نفسه ان كلها شويه خطوات وهنهي المدعكه دي، لكن قبل خطواته الاخيره بيطلع من الشجره فراشات غريبه. انا عارف الفراشات دي كويس جدا، فلو شميت المسحوق اللي بينزل منها هنام وهيتم قتلي بكل تاكيد. الدنيا بتعك اكتر واكتر وجين بيحارب لوحده، بيقول ما بدهاش بقى، بينطلق بكل سرعته لقلب الشجره وشكله هيعملها ولا ايه. في لمح البصر بيخترق قلبها وبينجح فعلا. بتظهر رساله من النظام بتقول له مبارك يا جين، فانت اول واحد يهزم شجره الجشع، وعشان كده هيتم تسجيل انجازاتك في قاعه الشهره ليوم كامل. لكن لازم تقول اسمك يا صاحبي. جين بيقول دي مكافاه ولا عقاب؟ انا لو اسمي اتشهر ممكن اتعرض لمشاكل اكبر من بقيه النقابات، وعشان كده بيقول لي النظام يخلي معلوماته سريه، وبالفعل النظام بيوافق وبيسجله من غير اي معلومات. وفي اللحظه دي بيمد ايده لقلب الشجره وبيكتسب جوهره الجرم السماوي، ودي اقوى بكتير من الفواكه اللي بتطلعها الشجره. جين بيسال نفسه حته الجوهر دي هي اللي هتفرق معايا يعني، وبالفعل بياكلها وفجاه جسمه بيشع بطاقه الجرم السماوي. يقول كويس اما نتحقق من تاثيرات الجرم ده، وبيبص على الشاشه قدامه ومش مصدق عينيه. في ثواني قوته بتنفجر وبتوصل للمستوى الخامس، والرشاقه بتطير للمستوى السادس، والحيويه بتعلى للمستوى السابع، وحتى المنة ما كانتش واقفه واصله للمستوى الخامس باجمالي 12 نقطه احصاء كامله. يعني حرفيا بطلنا بيتحول لغول بكل معنى الكلمه. وبعد ساعه خبر هزيمه شجره الجشع بيتم تداولها عبر كل منصات التواصل، والناس مش مصدقه من المجنون اللي قدر يعمل كده. والنظام بيعرض فيديو هزيمه الشجره من غير ما يعرض وش جين، بينما هو بيراقب تعليقات الناس بيقول ان دي ولا حاجه مقارنه بباقي المستويات، لكن اهم حاجه دلوقتي هي حفظ معلوماتي وعدم مشاركتها لاي حد. وبعد فتره من الوقت ده جين بيبدا يفكر في الخطوات الجايه، وبيفتح الموبايل يتابع الاخبار وعشان يشوف الدنيا وصلت لفين. وبالفعل الاشاعات بدات تملى النت، الناس كلها بدات تتكلم عن البرج، وفي اللحظه اللي ظهر فيها كل الاثار القديمه والمقتنيات التاريخيه ورا البرج اتحولت لاثار مقدسه وليها قوه سحريه حقيقيه. والمكان الوحيد اللي محتفظ بكل الاثار دي هو المتحف الوطني الكوري، يعني بالعربي كده المتحف ده هيتحول لصندوق كنز حقيقي. بيقول في نفسه انا لازم الحق بسرعه، وده لان مفيش غير متحف واحد بس اللي محتفظ بكل الاثار دي، وبمعنى تاني هيكون في صيادين كتير هدفهم الوصول للمتحف ده. الواد بياخد بعضه وبيطير للمتحف الوطني بسرعه. بس انت مفكر ان الموضوع هيمشي بالصوره دي يا صاحبي؟ الواد بيكتشف جثه في المكان، ومعنى كده ان في صيادين في المكان ده. بيقول ما توقعتش الاقي الناس بالقسوه دي اللي مجرد اختفاء القوانين في العالم. وفي وسط الفوضى دي كلها جين بيفتكر حاجه مهمه، الخريطه الكبرى للارض الشرقيه. الخريطه دي هي الدليل اللي كل النقابات واللاعبين هيموتوا عليها، بتعرض تواجد اماكن الاثار وبتشرح بالتفصيل انواع الوحوش في الاماكن دي. جين عارف كويس جدا ان الخريطه الملعونه دي بتدي معلومات لحد الطابق العاشر بس، وده كفيل انه يشعل النيران في قلوب الناس. الخناق بيقلب مدركه حقيقيه جوه المكان، والضرب شغال في كل حته، لكن واحد بيقف وبيقول لهم يخرسوا حالا، واي حد هيتحرك من غير اذني هقتله فورا. واحد من اللاعبين بيقول له انت مفكر نفسك مين يعني يا عم الحلو؟ لكن وقبل ما يكمل كلام الراجل بيفعل قدرته وشكله خطير فعلا. بيقول لهم الخريطه دي بتاعت لوحدي. بيظهر راجل عجوز وبيقول له ده يا عم انت متعصبش نفسك، وده لان الخريطه دي مش بتاعتك يا صاحبي. الراجل بيتعصب وبيقول له انت اللي اخترت بنفسك يا جدي. العجوز بيقول ما بدهاش بقى، وبيولع نار غريبه من طرف صباعه. هو الراجل مصدوم لسه بيستوعب ويلاقي العجوز بينفخ النار عليه، وفي ثواني معدوده بيتم حرقه بالكامل، وبيتحول لجثه متفحمه بكل معنى الكلمه. وشكله كده هو نفس الشخص اللي اتخلص من الراجل اللي شافه جين. بنرجع تاني وبتظهر بنتي بتقول له انا مبسوطه اني في نفس فريقك. العجوز بيرد عليها وبيقول لها هسيبك تحمي ظهري يا انس سيوري. بتقول له مفيش اسهل من كده، وبتمسك تمثال فرعوني قديم وبتقول له انه هو ده كل اللي انا محتاجاه. وفجاه بتطلع طاقه مشؤومه من التمثال وبيبدا في التحول، وبتكمل كلامها وبتقول لهم ان اي حد هيتحرك هيتم قتله فورا. العيال بتخاف وبترمي سكاكينها على طول، لكن وسط الرعب ده كله صاحبنا جين بيمشي بكل برود ولا كانه شايف المعمعه دي كلها. البت مستغربه لحد ما بيوصل للشنطه اللي فيها الاثار القديمه. بيكملوا بيقول لهم هو انتم ما عندكمش اي احترام للتاريخ يا جدعان؟ البت بتبص له وبتقول له يا عم حسن الصدف منور يا عم الشجاع، وبتقول لي التمثال هاتهولي بقى من قفاه. وفي اقل من ثانيه بينقض على جين. لكن انت مفكر ان الموضوع بالسهل كده يا صاحبي؟ لا والله، جين بيصد السيف بتاعه بكل سهوله وحرفيا بيدهش من المكان، وهي البت مش مصدقه نفسها. العيال بتسال هو ازاي عمل كده بايده من غير اي حاجه. جين بيقول في نفسه طبيعي، فما حدش فيهم عارف احصائيات لحد الان. بيقول لها وبعدين هتعمل ايه دلوقتي؟ البت ملامحها طلبت وبتحاول تلم الدور وبتقول له اديني دقيقه واحده، وهذا بتدور على شويه تماثيل في شنطتها. طب بذمتك يا شيخه ده كلام اتقال؟ بتطلع 3 تماثيل من الشنطه وبتفعل السحر الاسود بتاعها. بيقول لها فاجأتيني. بتقول له شكلك مش عارف المصيبه اللي انت فيها دلوقتي. الواد ولا همه قاعد يقص التماثيل دي.
بيقول لها انا كمان مش لوحدي يا صاحبي. بيرمي التميمه اللي معاه وبيمدها بطاقه المانا الخاصه بيه، والضوء بيملي المكان كله. وفي اللحظه دي بيخرج النمر الاثري من التميمه، وهي البت مش مصدقه نفسها، بتقول ده نمر حاكم الجبال. حرفيا يا جدعان النمر ده عامل هيبه في المكان. ما هو منك يا عم جن. بيقول لهم مجرد قلب هتقف قدام حاكم الجبال خلص عليهم فورا. النمر بيهجم ولسه التمثال هيرفع ايده، لكن على مين يلا؟ في جزء من الثانيه النمر بيسموه سفلة ببالات الارض، وبقيه التماثيل بتستعد للهجوم. لكن النمر ما بيضيعش وقته وبينقض عليهم واحد واحد. البت واقفه وسط المدعكه دي ومش قادره حتى تاخد نفسها. النمر بيتوجه ناحيتها، حاله الرعب والدمار مغطيه المكان كله، ومن كتر الرعب البت ركبها ثابت ووقعت على الارض. شايفه جن على انه الشيطان حقيقي بيقف قدامها وهي مش فاهمه اي حاجه. بيقول لها هات اللي معاكي. بتقول له هجيب ايه بالظبط؟ بيقول لها انت مفكرها هكون عايز منك ايه يعني؟ كنا توت عنخ امون يا مغفله. البت حرفيا هتعيط من الغيظ. الواد بيقول هنفضل مع العبطه دي لحد امتى؟ وبحركه من صباعه النمر بيستعد عشان يتخلص منها. بتقول له خلاص هتلاقي كل اللي محتاجه في الشنطه بتاعتي. ما كان من الاول يا بنتي، كان لازم المدعكه دي كلها يعني. بياخد القناع والنظام بيهنئه لحصوله على قناع توت عنخ امون. بيقول كويس كده معانا 2 قطع اثريه. البت بتقول له انت مش عايز الخريطه ولا ايه؟ بيقول لها الخريطه؟ طب كويس انك فكرتيني. بيقول لي النمر بتاعه يحرس المكان ده وبيسيبوه وسط الناس وهم مش مستوعبين اي حاجه. بيبدا يتحرك وبيقول في نفسه ان اقوى مهاره في برج المحن مستنياني هناك. بيظهر فجاه جنب العجوز والراجل ما بيبقاش على بعضه خالص، وبيقول ده امتى الواد ده ظهر جنبي؟ ما تقوليش انه هزم يورا عشان يعرف يجي لحد هنا. جيم بيقول له ان اللي قدامهم ده حاجز بمستوى نجمه واحده. بيرد عليه وبيقول له شكلك عارف معلومات كتير يا ولد. بيكملوا بيقول له ان عمره ما شاف حاجه شبه ده قبل كده. جين بيتجاهل كلامه وبيحاول يخترق الحاجز بنفسه، وبتظهر هاله مشؤومه حواليه. وفي اخر الهاله بتظهر له رساله كاربو بيقول له انا لقيت حل تدمير الحاجز اخيرا. العجوز بيستغرب وبيقول له امر يا صاحبي. جين بيعرفوا انه محتاج سحر اللهب بتاعه يفضل شغال من غير ما يفصل ثانيه واحده. بيقول له انا هفضل اعمل كده لحد امتى يعني؟ بيرد جين وبيقول له لحد ما اروح اجيب الاثار المهمه وارجع. ما انا كده انك عايز تخش وتعيش جوه وانا افضل استهلك في السحر بتاعي مش كده؟ جين بيقول له انا عارف انك مش واثق فيا، لكن دي هي الطريقه الوحيده لجمع الاثار اللي جوه. بيكملوا بيعرفوا انه هيديله الخريطه فهو مش محتاجها اصلا. والعجوز بيفكر في كلام جين بيقول له وعدني انك هتديني الخريطه الاول، وبالفعل بيوعده بكده وما بيبقاش قدام العجوز غير انه يثق فيه. بيقول له خلصانه يا عم جين، وبالفعل بيجمع طاقته وبتبدا هاله النار تتدفق في كل مكان. وفي ثانيه واحده بيهجم على الحاجز بنار مشتعله. جين بيستغل الفرصه بيخترق الحاجز، والعجوز بيواجه صعوبه في اضعاف الحاجز. بيقول له انجز يا صاحبي. جين بيقول له ما تجمد يا جدي كده، وبيعرف انه مش هيأخر عليه. وبيلاحظ ان مفيش حد وصل للمكان ده باستثناء السيف، هو الوحيد اللي اتسرق. بيفعل قدرته عشان يكتشف كل حاجه حصلت هنا، وبيلاحظ وجود راجل بهاله مرعبه، وهو ده نفس الشخص اللي سرق السيف. وافتكروا الراجل ده كويس جدا يا جدعان عشان هنرجع له في اخر القصه. جين بيقول ان المهم دلوقتي ان الاقي الحاجه اللي بدور عليها، وانا متاكد ان محدش يعرف عنها غيري. وبالفعل بيلاقيها، ودي سلسله هتقدر تفعل له مهاره قويه جدا. كل اللي انا محتاجه حاليا هي المواد دي، وبكده هقدر اتفوق على اي حد من خلال دمج الاثارين دول مع بعض. بتبدا طاقه ذهبيه تشع في المكان كله. بيقول لنفسه هو ده الوقت المناسب عشان استخدم سلسله القطع الذهبيه. بيرفع السلسله اللي لسه جايبها وبيرمي كل العملات اللي فيها، وتوهج الطاقه بيزيد لدرجه يهمي العين. والنظام بيقول له مبروك يا جن، نجحت في دمج الاثار وكسبت بقايا عيني الحقيقه، ودي مش مهاره عاديه يا صاحبي، فمن خلالها هيقدر يكشف مستوى اي حد، واذا كان الشخص ده كذاب ولا صادق. لكن ما يقدرش يستخدمها غير 3 مرات بس في اليوم. فوق كل ده بيكتسب مهاره تانية اسمها ذاكره العالم، ودي هتقدر تخليه ينسخ اي مهاره، بل وكمان يدمج المهارات عشان ينشئ مهاره اقوى بكتير. يعني بالعربي كده جين بقى معاه مفتاح سرقه ودمج اي مهاره مستواها اقل منه. نرجع بقى لارض الواقع مع العجوز اللي بيموت ده. النار والشرار مغطيين المكان والراجل جايب اخره. بيقول له ما تنجز يا عم جين، فانا مش هقدر افضل بالوضع ده. بيقول له خلصانه يا جدي، وبيبدا يفعل مهارته عشان يستنسخ قدرته. لكن النظام بيقول له شرط النسخ انك تخليه يتضايق منك. جين بيقول له ياه بس كده، والحاجز مولع نار والعجوز جايب اخره. لكن جين بيلف ظهره بكل برود وبيقول له تقدر توقف دلوقتي. الراجل ملامحه اتقلبت ومش مستوعب كلامه. جين بيقطع تفكيره وبيعرف ان كل ده ما كانش ليه لازمه اصلا. العجوز بيقول له ليه طلبت مني اعمل كده؟ جين بيعرف انه ما ينفعش 2 يدخلوا للحاجز ده، وعشان كده فانا استغلتك كتمويه عشان ما تخليش اي حد يخش غيري. يعني جين استغله عشان يدفع عيون اي حد يفكر يخش. بيتجاهل كل حاجه وبيروح للخريطه اللي العجوز محتاجها. بيقول في نفسه انا عارف كل جزء من اللعبه دي، الخريطه دي ما تلزمنيش بربع جنيه. وفجاه بيبص للعجوز ويطلع الولاعه من جيبه. العجوز مش مستوعب الواد ده ناوي على ايه. بيلاقي جين ولا همه بكل برود بيولع الخريطه كلها.
كلها، وفي ثانيه واحده كل حاجه بتتقلب والولد شكله هيقلب مدعكه. العجوز خلاص عرق وبرزت وجاب اخره، والشرط بتاع النسخ اتقفل يا صاحبي. النظام بيعرض احصائياته الجديده بيقول له مبروك يا صاحبي، كسبت مهاره التحكم في النيران الملتهبه. والعجوز شايط نار وولعت في ايده بجد، بيقول له انا هندمك على كل اللي عملته. جين بيضحك له وبيقول له ما اعتقدش انك فاهم انا عملت ايه دلوقتي. وقبل ما العجوز يستوعب الواد ده ناوي على ايه بيفعل مهاره اللهب اللي سرقها قدامه. العجوز مش مصدق عينيه، دي نفس المهاره بتاعتي، ومش بس كده ومهارته اقوى باضعاف من مهارتي دي. بيقول له انت ازاي عملت كده؟ جين بيقول له لو عايز تتفوق في البرج ده فلازم تسمعني كويس. ما بنعرفش بيقول له ايه، لكن في اخر كلامه بيعرف انه هيكلمه في مره تانية، وفي الوقت ده فانت والبت اللي معاك محتاجين تزيدوا المستوى بتاعكم. بيقول في نفسه ان بالطريقه دي هيقدر يتحكم فيهم بكل سهوله، وبالشكل ده ما تبقاش حد من اللي دخلوا المتحف غير 3 بس، ومستواه بيزيد بشكل كبير جدا. لكن رغم كل ده فانا لازم احدد اولوياتي واجمع مهارات اكتر. بس شكل كده بطلنا نسي انه ياكل. بننتقل للمطعم وبنشوف الاخبار ماليه المكان، وكلها عن حالات الوفاه اللي حصلت في المتحف الكوري ده، طبعا غير المصابين، واحتمال كبير الكوارث دي تتكرر بشكل كبير في الفتره الجايه. بيقول في نفسه شكل كده كل اللاعبين من الدوره التانية بدات تتحرك، لكن الشاشه بتظهر من جديد والكاميرات بتجيب جن بمهاراته الكبيره، والاهم من ده كله ان نظام اللعب مغطي على ملامحه، وده عشان ما حدش يعرفه. لكن رغم كل ده ففي واحد من اللي قاعدين بيتعرف عليه من اللبس بتاعه. بيقول هو مش ده نفس الشخص اللي هزم شجره الجشع؟ جيم بيقول ان لازم يلاقي طريقه احسن من كده عشان يخفي نفسه. والشاشه بتفتح وبتعرض رئيس جمعيه الصحوه، ودي منظمه تم انشاؤها حديثا لردع اي حد يخترق القوانين. بيقول لهم انه محتاج يضم ناس لمنظمته، وهيكون ليها رتب، وكل رتبه هيكون ليها مرتب خاص، لكن بكل تاكيد هيتم استبعاد الشخص اللي ظهر في الفيديو باستثناء حاجه واحده. لو قبلت وانضميت لينا فاحنا هندعمك على مستوى حكومات العالم. فيا ترى يا هل ترى بطلنا جن هينضم ليهم ولا عنده حاجه اكبر من كده مستنيانا؟ بيقول في نفسه مستحيل انضم للحثالة زي دول. عقرب الساعة بيضرب، وده معناه ان ابواب برج المحاكمات هتفتح خلاص. بيمر الوقت وكل اللاعبين بيدخلوا للبرج، الاعداد مرعبة والكل بيتجمع عند المدخل المائي السحري، واللعبة بتبعت لهم رسالة وبتكافئهم لدخولهم للبرج. كل واحد فيكم هياخد 100 عملة، لكن لو رفعت فيديو ليك هتاخد على كل 1000 مشاهدة 100 عملة، والعملات دي هيقدروا يصرفوها داخل البرج. والموضوع قلب بيزنس حقيقي يا جدعان، لكن الموضوع مش سهل لا. فعشان تاخد فلوسك يا صاحبي فانت محتاج تتخطى المستوى اللي انت فيه، ولو حصل واكتشفنا اي تلاعب بعدد المشاهدات فهيحصل عقوبات كبيرة جدا. ورغم كل المعمعة اللي حصلت في المكان ده، جن ولا همه بيقول ان عنده طرق الخاصة لكسب العملات دي. بيكملوا بيقول الناس دي داخلة عمياني مفكرين انها لعبة، فجن عارف ان اللي جاي سواد. بيقول في نفسه هتكون خسارة كبيرة ليهم، وبيقف لبوابة احد المتاهات وبيفتكر ايام ما دخلها في اللعبة. فبعد ما وصل لمستوى كبير اكتشف انه ما يقدرش يعديها، والمشكلة كانت ان شخصيته اصلا ما كانتش مناسبة. وبعد تفكير طويل بيحذف شخصيته وبيعيد كل حاجة من الاول. بنرجع لبطلنا مرة تانية وهو مستاء من وضعه ده، فكده هتبقى دي المرة الثالثة اللي هيمر بيها بنفس المرحلة دي، لكنه بيقول هو ده السبيل الوحيد ليا، وبيفتح البوابة خلاص. بيتفرج على المكان وبيفتكر حنين الماضي، وفي الوقت ده بنلاقي مجموعة من الناس بتراقب جن. بيقول الراجل ده وراه حاجة اكيد، والبنت بتقرر يروحوا وراه. واحد بيقول لها انت عايزانا نخش مكان مش عارفين مستواه؟ بتقول ان لو في بوابة ملهاش مفتاح ودخلها حد من المستوى الاول فده معناه احنا نقدر ندخلها احنا كمان. بترد واحدة من المجموعة لو كان هيرضى يشاركهم العناصر بسهولة، فكل اللي علينا ان احنا نتخلص منه. وهو بيقول ان كل حاجة لسه زي ما هي، الاجواء والفراشات وحتى وانتم مين بالظبط. البت بتضحك له وبتقول له انا كنت بدور على ارض للصيد ولقيت المتاهة مفتوحة فدخلت قبل ما الباب يقفل. ايه رأيك لو ننهي المتاهة دي مع بعض؟ جين ما بياكلش مع الكلام ده، الواد ما بيضيعش وقته وبيفعل مهارته فورا، وبيكتشف كذبتها وحواراتها. النظام بيفرش له كل معلوماتها وبيوضح له انها بتمتلك مهارة سيكولوجية خطيرة وبتخلي ان اي حد يثق فيها. وعشان جن يلتش المهارة دي لازم يتعاون معها لمدة 240 ساعة كاملة، وبعدها ينفردوا مع بعض في مكان لوحدهم. بيقرر يكمل معاهم في لعبتهم، والواد بيعرفه بنفسه وبيقول له انا اسمي سك وكنت بلعب اللعبة دي لكن اعتزلت بعد ما نهيت الطابق الاول. والبنت بتقول له ان اسمها لي وهي كمان نفس الموضوع، والتانية اسمها مينا بس دي بالذات اعتذرت بعد ما وصلت للطابق الثالث. ابو شعر اصفر بيقول له انا شيون وعمري ما لعبت اللعبة دي
دي. ابو نضاره بيقول له انا كوانج ودي برضه المره الاولى ليا. جين بيضحك لهم بيقول لهم انا اسمي جين، وبيقول في نفسه انا كده كده هتخلص منهم فمش هضطر احفظ الاسماء دي كلها. والبت بتقرب منه وبتقول له هو انت طلعت لاي طابق في اللعبه، وطبعا بتفعل مهارتها عشان يثق فيها ويجاوبها، بس الموضوع ما بيمشيش عليه وبيقول لها ان ده مش هيفرق في حاجه. البت بتستغرب وبتقول المفروض انه يتاثر ويجاوب، فبتلم الموضوع وبتقول له يعرفهم عن انواع الوحوش اللي هنا. بيقول لو على كده فما فيش مشكله، وبيعرفهم ان المتاهه دي بتغير نفسها خلال اوقات معينه. بالعربي كده اللي ما خدش تجربه المتاهه دي اكتر من مره فمن سابق المستحيلات انه يطلع منها. وقبل ما يكمل كلامه المتاهه بتبدا تتغير فعلا. البت لسه تتكلم وتلاقي الحجر اللي نازل عليها بتحاول تفلت بسرعه، وبالفعل بينجحوا. العيال مش مصدقين صعوبه المرحله دي. بيقول لهم يا شباب هي دي اول مره تتعاملوا مع متاهه زي دي؟ بتقول له انها متاهه خطيره جدا على اي حد من المستوى الاول، وبتسال زميلتها لو هتقدر تساعدهم بالمهاره بتاعتها. بتعرفها ان المهاره الخاصه بيها اتلغت لما المتاهه غيرت نفسها. البت اتصدمت. جيم بيقول انا اللي بسال نفسي هم جايبين الثقه دي كلها منين؟ هتلاقيهم معتمدين على مهاره واحده ملهاش لازمه. واكيد في الوقت ده البت هتظهر شخصيتها الحقيقيه. وبالفعل زي ما توقع البت بتقول له استنى عندك، ليه ما قلتلناش على حاجه زي دي من بدري؟ ليه استنيت لحد ما المتاهه حبستنا كلنا؟ والعيال ما بتاثرش وبيقولوا ان عندها حق، فبسببك كلنا كنا هنموت. بيقول لهم وهو انا طلبت منكم تيجوا ورايا؟ البت بتستغرب لكنه بيقطعها وبيقول لها محدش اجبرك تيجي ورايا. العيال بتفعل مهارتهم وشكلهم مش ناويين على خير. ابو شعر اصفر بيقول له انت مش جاي معايا سكه من ساعه ما شفتك. وقبل ما يكمل كلامه يلاقي اللي جايب اجله. بيظهر مانيتور ضخم في المكان. الهيال مصدومه بيستعدوا للهجوم عليه. المانيتور ما بيسيب لهمش اي فرصه بينقض عليهم فورا. البت عارفه ان ما لهمش امل خلاص، لكن وقبل ما يستوعبوا اي حاجه جين بينقض عليهم بسرعه كبيره. هو محدش مستوعب حاجه. المانيتور بيستعد خلاص لكن ده في احلامك يا صاحبي. الواد بيفلت من الهجوم بسرعه مهوله. بيقول انت بقى اللي عامل القلبان ده كله. بينزل على قرونه وبيدفع نفسه لبعيد. بيقول هي دي الطريقه المناسبه للتعامل مع الوحوش الاقوى منك، وهي ان في كل مره يفلت من الهجوم بيتم ضعف الوحش بنسبه معينه. هجمه ورا الثانيه والواد مفعل وضع الجمدان وبيفلت منهم كلهم. المانيتور جاب اخره خلاص، لكن جين بيخمس يمين وشمال ومحدش عارف يوقفه. الواد بيقول احنا ازاي كنا بنفكر نعادي واحد زي ده، والبت بتحمد ربنا انها ما هاجمتوش لحد الان. لكن بصراحه المانيتور بيتعصب وجين بيقول له بطيء جدا. المانيتور بيجيب اخره منه، بيوجه سلاحه بسرعه مجنونه خلاص هيجيبه، وفي ثانيه الواد بيفلت منه. هوبا الواد ده عجيب يا جدعان. لكن رغم كل ده فبطلنا اتجرح، ما بيلحقش يفكر ويلاقي هجوم تاني، والعيال بتفقد الامل فيه. والبت بتحاول تهرب لكنها بتسمع جين وراها بيقول لها رايحه فين، وهي البت مش مصدقه نفسها. المانيتور خلاص جايب اخره. بيقول لهم تعالوا خدوا شويه خبره عليه. ما بيلحقوش يستوعبوا. المانيتور بيهجم بسلاحه، وشكلها كده النهايه يا صاحبي. صحابها مش مستوعبين المنظر ده، فهجوم المانيتور قضى على المكان كله. الواد مصدوم بيقول له لو مش هتساعدني فتجنب الهجوم على الاقل. ولا انت شايف ايه يا عم العجل؟ المانيتور خلاص هيتجنن، وجين بياخد له في سنانه وبيطلع يجري. بيقول لهم باي باي يا حلوين. وبما انه مش شايف قدامهم بسبب المهزله اللي حصلت فبيعود الهجوم بشكل اكبر. لكن في اخر ثانيه المتاهه بتغير مكانهم وبتفصلهم عن بعض، والبت مش مستوعبه انها نجت من هجومه، والعيال بيحمدوا ربنا على نجاتهم. واما جين فبيقول ان الفراشات دي اكيد هي اللي بتجذب الوحوش. والبت بتقول له انت عملت كده ليه؟ بيقول لها عملت ايه يعني؟ بيكمل وبيعرفها انه في كل مره المتاهه بتغير مكانها بيستريح، بعدها يعيد يحارب الوحوش عشان يزود مستواه. بتقول له احنا هنفضل كده لحد امتى؟ بيقول لهم مش كتير خالص، شهر واحد بس. العيال من الصدمه مش قادرين ينطقوا، لكن بيستوعبوا انه الوحيد اللي هيقدر ينقذهم. اي نعم انا اللي هجذب الوحوش ليا، لكن من ناحيه ثانيه فانا الوحيد اللي هقدر اساعدكم. بتقول له دم الموضوع كده خلاص هنمشي معاك. بيقول لهم انتم مفكرين اساعدكم بالمجاني ولا ايه؟ لا يا قلبي، فانتوا كلكم هتطلعوا كل عملاتكم ليا. ما بقتش عارف يا جدعان الواد ده شغال حرامي ولا ايه. المهم بنكمل وبننتقل لاحد الصيادين لمواجهه غيلان كتير، والواد عامل شغل فاخر من الاخر. بعد هزيمته للغيلان دي بيرفع الفيديو على منصه النظام وبياخد اكتر من 1,000,000 مشاهده. الواد مش مصدق نفسه، بيقول خلاص هطلع من قوقعه الفقر اخيرا. وفريق الواد ده بيقولوا حلو قوي، وبالطريقه دي هنجمع حوالي 1000 عمله من المشاهدات بس. بيقول لهم شكرا يا شباب، فما كنتش هنجح الا بوجودكم معايا. الواد بيقول ان هم مفكرين انك هزمتهم لوحدك وما يعرفوش ان انا ساعدناك من ورا الكواليس. وقبل ما يخلصوا احتفالاتهم بيلاحظوا حاجه غريبه، صدور احدى الفيديوهات بشكل كبير، وده بسبب صقل السلاح 10 مرات. العيال مش مصدقه، وده لان فرصه نجاح صقل اي سلاح في كل مره ضعيفه جدا. فكنا بقى من المعمعه دي كلها ونرجع لجين. بيقول لهم انتوا هتجمعوا شويه حاجات عشان نعرف نعيش هنا. بعد ما بيعرفوا ما هيجمعوا ايه بيمشوا لكنهم متضايقين جدا. بيقول حلو الكلام، نفتح بقى النظام ونشوف الكلام على ايه. بيلاقي شويه عناصر كويسه جدا، لكن كل عنصر بعدد عملات معينه. جين
جين بيوافق يشتريهم كلهم. الواد بيفرح وبيقرر يدمج العناصر مع بعض، وهي الطاقة بتطلع في كل مكان، وبينجح الدمج باكتسابه لعجلة الحظ، ودي بتزيد حظه لأقصى حد لمدة 10 دقايق بس، وما يقدرش يستخدمها غير مرة واحدة. الواد بيفرح وبيستدعي سلاحه فورا، وبيفعل مهارة عجلة الحظ، والدنيا شكلها هتشعل يا صاحبي. بيستدعي لفائف اليانصيب وبيطيرها بسرعة جنونية، فهو ده الوقت المناسب للتطوير. بيستخدمهم كلهم على الخنجر بتاعه، وكم كبير من رسائل النظام بتهنئه بالنجاح عمليات التطوير. الواد بقى نينجا رسمي، والنظام بيكافئه ب5000 عملة ذهبية، وده لأن أول واحد يوصل للمستوى ده من الصقل. بيجرب خنجره وشكلها ولع معاه، بيقول هو ده الوقت المناسب. لكن وبعد 10 أيام العيال ما بتستحملش، سقعانين وكل اللي بيدا فيهم حتة نار صغيرة جدا، وكل اللي بياكلوه شوية طحالب معفنة. البنت بتلاحظ إن بطلنا نايم، وبتفتكر الدور اللي كل شوية يظهر، ده غير طبعا تغيير المغارة باستمرار. وجين واخد كل المكافآت لنفسه، وبتكون فاتحة بث مباشر مع النقابة بتاعتها، والناس بتقول لها يتخلصوا من جين أحسن، والرسائل بتزيد والبنت مش عارفة تعمل إيه. بتبدأ تفكر في اللي هتعمله دلوقتي، بتقول لنفسها مش هستحمل أفضل 3 أسابيع على الحال ده. والواد بيسألها هيعملوا إيه دلوقتي، بتقول له مش عارفة، لكن لو قتلنا المغفل ده وفضلنا هنا فرئيس النقابة هيجي وينقذنا. لكن المشكلة إن إحنا إزاي هنقتله. بيقول لها سيبي لي الموضوع ده، ما بيضيعش وقته وبيهجم عليه، والواد نايم ومش داري بأي حاجة. لكن وقبل ما ينزل عليه بالحجر البت بتوقفه، بتقول له إنه سريع جدا وما نعرفش ممكن يحصل إيه. بيقول لها طب اتحفينا بحل تاني لو عندك. بتطلع له حاجة من شنطتها، بتقول له دي إبرة مسمومة وخطيرة جدا، وبالطريقة دي هنقدر نتأكد إنه مات. وحرفيا البت شكلها بيقلب. وبعد فترة من الوقت ده جن بيصحى وبيكون مستاء جدا من الاكل اللي كل شوية ياكله. ما طبيعي يا عم جن، وفي حد يخش مغارة شهر كامل من غير ما يجهز نفسه؟ بيقول لها تجيب له شوية فطر كمان، والبت ما بتوصيش، وبتستغرب جدا انهم عمالين ياكلوا البتاع ده. واول ما جن بياكل العيال بتفرح وبتقول ان نجحنا اخيرا. لكن وقبل ما يكملوا الواد بيتخنق، بيقول لها شوفي لي حل بسرعة مش قادر استحمل. ما بيكملش كلامه وتلاقي جسمه بياكل فيه. جن بيقول لها تبقى مغفلة لو فكرتني هاكل حاجة منكم. بتقول له انت عرفت ازاي؟ بيقول لها اللي كل واحد اسراره حلوه، ولو ما تعرفيش فالبثوث المباشره واشترط انها تكون في حاله مهمه، لكن انك تكلمي اعضاء فرقتك فيها فدي مخالفه كبيره. البت بتتعصب لكنه بيبلغ النظام عنها فورا، وبالفعل بيكتشف انها غشت وبيبدا ينفذ عقابه عليها. البت مش مستوعبه اي حاجه، بتبص وراها على شاشه النظام وبتلاقي كل اعضاء النقابه بيتم حظرهم فورا. لسه بتستوعب وتلاقي صوت جاي من وراها، المانيتور راجع من جديد، وفي ثانيه بينقض عليهم بسرعه مجنونه. بتقول له انت هتحارب المره دي كمان مش كده؟ بيقول لها طبعا هم قال. ولانه قضى معاها 240 ساعه وبقى معاها لوحدهم، فهو كده حقق شرط نسخ مهارتها واكتسبها بالفعل. النظام بيبدا يكافئه طاقه المهاره في كل مكان. بيقول لها واحده زيك ما تستحقش تعيش. بتقول له ما تمشيش، فجد مسؤول كبير وهيجيبك. وقبل ما تكمل المانيتور بيهجم عليهم، لكن جن بيفلت من هجومه، بيفعل مهارته وبيستدعي خنجره بسرعه، بينقض عليه بسرعه جنونيه، والبت مش مستوعبه اللي شايفاه، وفي لحظه البصر بيستهدف رقبته. المانيتور اتعصب خلاص، بيوجه ضربه على جن، لكن ده بيفلت منها. بيقول مش كفايه، لا بيجري باقصى سرعه عليه، لكن ورغم سرعه المانيتور مش سايبه في حاله. جن بيراوغ، بيقول الوضع كده صعب جدا، وبسرعه بيهاجموا بعنصر النار، بس المانيتور مش شايف قدامه وبيتعصب جدا، بيلف جسمه بسرعه ورجله بتسيب، وشكله كده جايب اخره. جن بيستغرب، فهو عارف انه اقوى من كده بكتير، هو عارف ان في حاجه فبيستعد للهجوم. بيقول له مش هنخلص بقى؟ المانيتور خلاص عينه بتلمع، وبيفعل اقوى حاجه عنده والدنيا بتتكسر حواليه لدرجه ان عضلاته بتنفجر من مكانها. جن مصدوم، والبت ميتة على نفسها من الرعب. المانيتور اتكلم حرفيا وقال له تعالى، بيقول له مش هخليك تفلت مني المره دي، لكن ده هيأثر على جن. الواد مولع بالحماس، بس خلاص يا صاحبي المانيتور جايب اخره وخلاص انقض عليه. جن بيحاول، لكن الموضوع صعب جدا، بيبعد فورا، لسه بياخد نفسه ويلاقي هجوم تاني. المانيتور مش سايبه، هجوم ورا هجوم، والواد خلاص بيصدم من كل اتجاه، والبت هتشخ على نفسها من اللي شايفاه. بتقول ده انا مش عارفه اشوف تحركاتهم، وفي ثانيه المانيتور بيقول له هجيبك دلوقتي، لكن ده جن يا روح امك. حرفيا المغاره بتقلب خرابه، والمكان مشتعل والدنيا مولعه نار من كل مكان. المانيتور مستغرب، لكن بصراحه جن بيقلب الترابيزه وبينقض عليه، وفي لحظه اقل من الثانيه بيوجه حد ضربات خطيره جدا، وباين انه نجح ولا ايه. الخنجر مولع من كم الطاقه اللي خرجها، لكن مع كل ده المانيتور قال له خلاص قفشتك، وفي الاخر انت مش اكتر من بشري حقير ونهايتك على ايدي. لكن في اخر ثانيه الهجوم بيقف، فخلاص كده يا صاحبي جسمه جاب اخره وقال له
كفايه كده يا حلو، المانيتور مش عارف يتحرك. ففي عالم الوحوش لما وحش بيدخل في حاله هيجان بعد فتره قوته كلها بتروح. جن بيفتح النظام وبيلاقي ان لسه متبقي 20 يوم. البت بتقول له انت خلصت ولا ايه؟ بيقول لها المانيتور مش عارف يتحرك ليوم كامل، لكن ما تقلقيش في لسه في 19 يوم وهنتدرب فيهم عليه، وبننتقل بعد 20 يوم من دلوقتي. والمانيتور بيعود الهجوم عليه من جديد. بس خلاص يا صاحبي، جن فهم اللعبه. المانيتور لسه هيهجم ويلاقي نفسه واخد ضربه في نافوخه، لكن جن ما بيكتفيش بكده، بينط عليه وبيقول له ها يا حلو سامحني بقى بس هضطر اسيبك. واما دلوقتي فانا هوظف متدرب لشركه اللاعبين المتدربين. بيقول لها مالك مش على بعضك يعني؟ بتقول له ابدا ابدا انا مهتم وعايز اشتغل في الشركه دي. بيقول لها حلو عرفيني بقى تقدري تقدمي ايه ليا؟ بتقول له الافكار طبعا، وبفضل مهاراتي فانا هقدر افيد الشركه طبعا. بيقول لها وايه تاني؟ بيتوجه لها وبيقول لها هو ده كل اللي عندك؟ كان عندي حق لما قلت انك ما تستحقيش تعيشي. بتقول له اديني فرصه اخيره. بيقول لها وده على اساس اني ما عملتش كده. وبسرعه بتعرض على خاتم برهام. بتكمل وبتقول له اخويا هيوفر لي الخاتم ده قريب، وبتبدا تعيط. بيستغرب وبيفكر في كلامها. فخاتم برهام هو من افضل عناصر الطابق الاول، بيفعل مهاره عينه وبيلاقيها ما بتكدبش. بيقول لها الف الف مبروك، اتقابلت كمتدربه في شركه اللاعبين المحترفين. قوانين الشركه هي ان وقت ما اناديلك تيجي على طول هنا، والاهم دلوقتي انك هتتعاقدي معايا. البنت لسه بتفكر في كلامه وتلاقيه مفعل ملازم العقد من خلال دمج مهارتين النار والافكار. بيقول هي دي. البنت خافت. بيقول لها تفتكرش ان الموضوع هيبقى بالسهوله دي؟ وبيختمها بمهاره الدمج. بننتقل لخارج البوابه بعد ما خلصوا من المهمه، وبناء على انجازهم للمهمه النظام بيكافئهم ب 5000 عمله لكل واحد. جين بيقول كلام جميل، يلا هات فلوسك يا حلوه. وبالفعل بياخد كل فلوسها. الواد ده حرام يا جدعان صدقوني. بيكمل وبيقول لها معاك 3 ايام وتجيبي لي الخاتم. بتقول له بس ده قليل قوي. بيقول لها معاك يومين. والبنت مش مستوعبه المصيبه اللي حلت عليها. وبنفهم ان البلد رتبت رتب من الاضعاف الاقوى، بمعنى تاني ما تقدرش تطلع لبرج المحن الا لما تخوض اختبار، والاختبار ده هو اللي هيحدد رتبتك، وبناء عليه هيتحدد كام من الطوابق اللي هتقدر تطلعها. جين بيقرر يضم ناس تانية لنقابته، وبالفعل بيضم احد الاشخاص والذي يدعى تاي ويلقب بالنحله، والتانية تدعى لين وتلقب بالقبضه المدمره. جين مش اول مره يتعامل معاهم، فقبل اندلاع البرج كان متحالف معاهم في لعبه برج المحن. بنتعرف على تاي واللي بنعرف انه من المستوى ال11، واما لين فهي من المستوى ال12. بيتبسط وبيقول حلو الكلام. طيب بيقول له ما عرفتناش عليك يا عم الناس. بيقول له انا جن والقب بيون جابون. صدقوني يا جدعان مش عارف ايه الاسم الغريب ده. وبعد ما بيخلصوا بينتقلوا بالعربيه، والواد بيقول له ان في الشهر اللي غاب فيه كتير من الناس زادت مستوياتهم. البت بتكمل وبتقول له عشان تخش برج المحن لازم تاخد الاختبار وتاخد رمز توثيق زي ده. جيم بيقول ان اكيد اللي ورا القوانين دي هو رئيس جمعيه الاستيقاظ الكوريه، اذا انا هستغل النظام لمصلحتي. بعدها بننتقل لكيم من نقابه دير القتال. بيلاقي المكان مزدحم جدا وبيتعصب، بيقول لهم يبعدوا عن طريقه. وبالمناسبه فهو من نفس النقابه اللي فيها البنت اللي كانت مع بطلنا، وكذلك اخوها معاها. وبالفعل الحراس بيبعدوا الناس. بيقول له انت ما بتسمعش ولا ايه؟ جيم بيقول انا ليه هسمع كلامك يعني؟ لو ما رجعتش دلوقتي هندمك على اليوم ده. جين بيقول ما بدهاش، وبيفعل مهارة عين الحقيقه، وبيكتشف انه من المستوى الثامن، وعشان ياخد مهارته فانا لازم اخليه يكرهني. البت بتقول له ابعد بسرعه، لكن خلاص بيمسك صباعه وبيكسر هوله. الواد مش قادر، بيشتمه وبيهجم عليه بسرعه. جين بيقول له العب بعيد يلا، وبيحدف الميه في وشه، وفي ثانيه بيشقلبه. هوبا الواد ده باين له هيقلب مدعكه ولا ايه؟ كان بيقول له وقف حالا. جين بيحاول يقرا معلوماته لكن النظام بيحذره، فنتيجه لفارق المستوى بينهم ما يقدرش يقرا معلوماته. بيقول له هو اي نعم مزعج لكنه مفيد. جين بيقول له ما تقول انه مفيد عشان بيجيب لكم الفطر الكوري. الراجل بيقول له انت عرفت ازاي؟ بيقول له هو ده سؤال يتسال لصاحبي؟ يسال اسئله مهمه زي ازاي تعالج الاثار الجانبيه للفطر ده. بيقول له كلام جميل، وبيفعل حاجه سحر عليهم. انت عايز 10 دهاليز مقابل المعلومات اللي هتقدمها. جين بيقول له بالظبط كده، وعشان تتاكد من كلامي فانت لازم تجيب 3 عناصر: مستخلص الكارثيان وحجر القمر، واندرهم هو جذر اليابروح. ولان جامد فانا عارف انك ما تعرفش مكانه. الراجل مستغرب من معلوماته، بيسال من انجيل خبير ده، لكن رغم كل ده ف10 دهاليز كتير جدا. رغم ان معلوماتك صح لكن لو عرفت انك كذاب فانا هتخلص منك بنفسي. بس جن بيفاجئه، بيقول له اياك تهددني مره تانية والا هتعامل معاك. بالنسبه لبره الحاجز فالدنيا مندشمله، تاي ولين عاملين الواجب والزياده. البت بتقول لهم يرجعوا. بعدها جن بيخلص حواره مع كيم، بيساله لو كان كويس، واتضح انهم عملوا كل البلبله دي عشان بطلنا. بيقول لهم ما تقلقوش. في الوقت ده الواد بيقول له انت هتسيبه يمشي بالبساطه دي؟ انا هتخلص عليه بنفسي. وفجاه بيلاقي اللي ماسكه من رقبته، بيقول له اياك تتعامل معاه. بيقول له حاضر، وبيسيبه وبيمشي. الواد جاب اخره بكل معنى الكلمه، وبسبب انه كره جن فشرط نسخ المهاره بيتفاعل، وبعدها بيقرر ياخد اختبار البرج. بيلاقي ان
هنا من الرتب العليا بيقول في نفسه هي اكلت من الفطر الكوري قبل الاختبار ولا ايه. بيتوجه للاختبار وشروطه كالاتي: قدامك 3 احجار سحريه بمستويات مختلفه، اختار الحجر اللي يريحك واضربه باي مهاره من سلاحك. بيطلع خنجره وبيقول له خلص يا صاحبي، وبيتوجه لاكبر حجر. الواد لسه بيقول له الحجر الصغير اهو، وبيلاقي جن مفعل طاقته وبيوجه هجوم كبير، وفي ثانيه واحده بيقسم الحجر نصين. الواد عينه بتلمع حرفيا، فالطبيعي ان الاحجار دي بتتحمل اي هجوم. النظام بيقول له مبروك يا نجم، كسبت اعلى رتبه. الراجل بيقول له استنى ابلغ القاده. جيم بيقول له ياك تبلغ حد الا بعد اسبوع، ولو اكتشفت انك عملت غير كده فما تلومش غير نفسك يا صاحبي. وبعدها هنا بتوصل اخيرا وفي ايدها الامانه، بتقول له ده الخاتم اللي اتفقنا عليه يا جن، والخاتم ده مش اي كلام يا صاحبي. فده بيرفع قوه مستخدمه وبيخسف بقوه الوحوش الارض بنسبه 20%. بيقول لها مش قلت لك تقدر تجيبيه في يومين؟ البت جابت اخرها وقالت له انا خلصت المطلوب، شيل بقى البتاع اللي على وشي ده. لكن جن بيقول لها ان افعالك هي لا تحدد يا قطه. جن بيركب وهو بيحسبها في دماغه ان اول اختبار بيتهز بالقوه السحريه، وعشان ننهي الاختبار ده لازم نخلص طابق من البرج. ويلاقي ان الناس داخله على اكل عيشها فكله بيختار اسهل حاجه. بس ده جن يا صاحبي بيقرر يروح للطابق السفلي من البرج، هي المكان المهجور اللي محدش في البشريه كله يقدر يخلصه. الوقت بيمر وبيوصل لانقاض الجبال جوه البرج، بس بتقابله مشكله، فجن لسه في الرتبه اف، يعني مش هيعرف يخش المكان ده لوحده، وعشان كده بيشغل دماغه وبيقرر يسجل في الغاره كحامل حقائب شيال يعني. وبتبدا الغاره المرعبه، غاره من الرتبه اس، وشرطها ان هم يهزموا الزعيم ويرجعوا العرش. بالنسبه للمكافاه فهتاخد اداه مقدسه من اختيارك. بيوصلوا اخيرا للمكان، واول ما الفريق بيقعد يرتاح جن بيجي له مكافاه لانه اول واحد يخش للغاره دي. النظام بيمس عليه ب10 نقاط في الحظ والتكيف، وفوقيهم مهارتين جداد يطيروا العقل. المهاره الاولى وهي القلب البارد، ودي بتخليه زي لوح التلج اللي ما بيتوترش في المعارك. واما المهاره الثانيه فدي مهاره الاحتكار، ودي بتخليه يلطش افضل مكافاه من وسط كل المكافآت اللي هتظهر. بيفكر بيقول ان الواحد عشان يختار فدي حاجه كويسه جدا، بس بالمهاره دي انا ما بقتش محتاج اختار اصلا، السيستم هيديني الطب على طول. وبيقطع تفكيره ظهور بوابه استدعاء، ودي مخصصه لقوات هجوم نقابه مالهاي. القائد بيقف بكل غطرسه وبيقول لهم يتحركوا حالا. وبالنسبه للشخص اللي اسمه داي هيخلص مصلحه ويحصلنا مع الفريق. جيم بيحس ان في حوار وبيفعل يعني الحقيقه عشان يقرا الخصائص بتاعته، ويلاقي ان عشان ينسخ قدره الراجل ده لازم يكسب ولاؤه قبل ما المهمه تخلص. جين جاب اخره وبيقول حقيقي هو انا لازم اكسب ولاؤه كمان، بس غريبه هو زي احصائياته عاديه كده وهو قائد فريق الهجوم. يلا هو انا مالي، المهم ما يعطلنيش. وبيدخلوا جوه الدهاليز، والساحر بتاعهم بيقول لهم خلوا بالكم لان الدنيا مظلمه كحل، وخليكم قريبين مني. وبيفعل مهاره بتنور المكان كله، والمكان بيوريهم مجزره حرفيا، قصص وحوش في كل مكان، واللي تسبب فيها فريق الطليعه. العيال بدات تقلق جدا، وجين بيمشي وبيقول في نفسه ان في حاجه غلط، ازاي ما فيش ولا ضحيه واحده فينا بعد الوحوش اللي ماتت دي كلها. وفجاه الراجل الكبير اللي مع جين بيضربه على ظهره وبيقول لهم تتحرك يا عم جن، في ايه؟ جين بيفوق وبيقول له معلش نسيت. فالراجل بيقول له طيب خد انت بقى الميه دي ووديها للاجانب، وانا هدي الميه للفريق بتاعنا. وجن بيبص على اللبس بتاعهم وبيقول لحظه كده الشعر ده مش غريب عليا، شكل كده دول تابعين لنقابه النخب الاوروبيه. وبيروح يدي الميه لواحد قصير، فالشخص ده بيشكره. وجن بيفعل مهاره التواصل، بياخد عنه انطباع كويس جدا. جين بيبرق وبيقول ثواني كده، دي اصغر سليله للعائله الاوروبيه لورا. ايه البت دي يا جدعان؟ لاعبه متكامله متخصصه في القوه المقدسه، هو الدفاع والهجوم والقوه السحريه والتربط بلياردو وبنجو وكل حاجه حرفيا. جين هنا فاهم اللعبه كده، عرفت ليه مفيش اي ضحيه حصلت لحد دلوقتي، بس هو ايه اللي جابها هنا بدل ما تطلع للبرج. ما بيضيعش وقت وبيفعل عين الحقيقه، لكن النظام بيديله بلوك محترم بسبب فرق المستوى. لكن على مين؟ جين بيطور مهارة عين الحقيقه للمستوى الثاني فورا، وهنا السحر بيشتغل وبيشوف كل خصائصها، وبيكتشف انها من المستوى 29، وعشان ينسخ المهاره بتاعتها فلازم ينقذها مره من الموت. وبيعرف انها جت الغاره دي عشان مهمه التخصص بتاعتها لسه مفعله. البت بتشكره على الميه، وجين بيقول في نفسه ده انا اللي المفروض اشكرك لان هلطش منك المهاره الفشيخه اللي عندك، ودي من احسن القدرات في اللعبه. بس بيكمل وبيقول عشان انفذ شرط المهمه وانقذها الموضوع مش سهل خالص. الصيادين بيجروا على القائد وهم مرعوبين، ده في مصيبه يا فندم، تم ايقاظ الحارس المقدس للغاره. وبالفعل اكتشف ان في دخلاء في المكان، وناقص بس 10 دقايق بالظبط وتتفعل منظومه استدعاء حراس المغاره بالكامل. القائد مش مصدق نفسه وبيقول هو وشه جايب الوان، انا ما صدقت بقيت قائد، هموت بالسهوله دي. لكن الطمع بيملى عينيه وبيقول لهم هنكمل وعلى ضمانتي. العيال بتقول يا عم انت متاكد؟ ده احنا كده هنموت. بيقول لهم ما تخافوش فاحنا معانا القديسه لورا. وفجاه واحد بيزعق وبيقول لهم ان الوقت انتهى. زميله بيقول له ما تخافش اكيد النقابه عاملين خطه، فحط في بطنك بطيخ خصيفي لان زمانهم خلصوا على الحارس خلاص. الواد لسه ما كملش جملته من هنا والحارس بيظهر من العدم وبيفعصه حرفيا، بيظهروا من كل مكان. القائد بيرتب الصفوف
بيخفف وبيخلي المدافعين يتقدموا، والساحر بيمدهم بالتعزيز، وبيجي واحد من الحراس ناطط في الجو وبينزل على المدافع زي الصاروخ بيدمر دراعه. القائد بيقرر يضحي باللاعبين المنفردين والحارس لسه يخلص عليهم، وبتيجي لورا بتفعل العلامه المقدسه وبتهزم مجموعه كبيره منهم وبتقلق على الحاملين، فهم ما عندهمش اي حد يحرسهم. بننتقل ليهم بقى والدنيا مندشمله في كل مكان. الراجل الكبير خلاص بيودع وبيجي حارس يخلص عليه، بس الموضوع مش سهل يا صاحبي. فجن بيعمل منه بطاطس محمره، بيقول له مش قلت لك هترجع بيتكم سليم؟ بيقول له وراك يا عمنا. بيتفادى الضربه وبيفعل مهاره اللهب، بيدي واحده كامي هاميها وبتجيب اجله. بيقول عشان انا مش عايز ازيد في المستوى فمش هقتل اي حد. راح يقوم الراجل الكبير، فبتيجي لورا بتاخد الراجل اللي بعيد، بتقول له انا اللي فاكرك شخص كويس طلعت بتستقوى على الناس الضعيفه، ده انا هفشخك دلوقتي. بتهجم عليه، بتقول له ما تهربش عشان ما تتعورش. بيقول طالما وصلنا لكده فما بدهاش بقى، وبيرميها على الارض وبيرفع عليها الخنجر. بيقول له لو انا اللي عملت كل ده فايه اللي يمنعني ان اقتلك دلوقتي؟ الراجل الكبير لسه فاكر يتكلم دلوقتي، وبيقول لها جن هو اللي انقذني. بتقول له انت بتتكلم جد؟ وبتتاسف لو وصلنا، وبيقول لها حصل خير. بتقول له صحيح انت اسمك جن فليه خايف في هويتك؟ بيقول لها لنفس السبب بتاعك برضه، ايه اللي مخليك واخده النقاب زايون كغطاء عشان التخصص بتاعك؟ انا برضه حاجه شبه كده. البنت بتتصدم وبتسال نفسها ازاي يعرف حاجه زي دي، وبيقطع تفكيرها وبيقول لها بما اننا شبه بعض انضم ليا. وبننتقل بالوقت من اللحظه دي. لورا بتتخانق مع القائد عشان عاوزه تكون لوحدها، ولكنه بيعترض على كلامها. بتقول له انت معاك خريطه لحد الزعيم وانا هكون لوحدي. بيقول لها خلاص ماشي، بس عند اخر حدود الخريطه هنتقابل. بتقول له مفيش مشكله، بس هاخد معايا واحد من الحوامل معايا. ده اللي بيشيل شنطه يا صاحبي مش اللي بيخلف عيال، ها ركز معايا. بيقول لها اعملي اللي عاوزاها بس تيجي في وقتك. كلهم بيخافوا يبصوا لها عشان ما تختارهمش، بس جن بيضحي بنفسه بيقول لها هروح معاكي انا. ايه العيال بتقول له ما تروحش والا هتموت، مش عشان واحده جميله تموت نفسك. بيعمل فيلم هندي وبيقول انه مستعد يضحي بكل حاجه عشان الحب. العيال بتقول ده اتهبل ولا ايه؟ ولورا بتبص له باستغراب. بيتمشوا شويه وبينزلوا لقاع الجحيم. لورا بتنده عليه وبتقول له يا جن اهدي بطرس في التابوت ده. بيقول لها تعرف انك لازم تدمري الحاجز اللي في التابوت صح؟ بتقول له ايوه عارفه. وبيظهر ليكم تحذير سيد الاطلال يحدق بك. جن بيقول غريب هو ما بيظهرش اهتمام باي حد من اللاعبين، جاي دلوقتي ويهتم بيا؟ بتقول له معنى كده انه اعترف بينا. بيقول لها لا هو اعترف بيا انا لوحدي. بتقول له انت جايب الثقه دي منين يا حلو؟ صحيح انا ممكن اسالك سؤال؟ انت قلت انك عارف كل حاجه في المكان ده، ممكن تعرفني بقى انا المفروض اعمل ايه؟ وبعد فتره من اللحظه دي بتنط في نص الوحوش وبتفعل مهاره تقنيه المعركه. احصائياتها كلها بتزيد، ده كله لان جن قال لها لازم تجذبي انتباه الوحوش دي. وبتفعل مهاره تقويه الروح المقدسه وبتنزل تقطيع فيهم. جن بيستغل الفرصه وينط من فوق الوحوش. لسه بيقول ان كده المخاطر هتقل عندي، ويلاقي برق نازل عليه من فوق، واللي عمل كده هو الليتش زعيم الوحوش. بيستدعي واحد من الحراس وبيهجم على جن. بيتفادى الهجمه، بيقول ان دي اول مره الاقي الحارس ده هنا، ده اكيد عشان جبت لورا. الليتش بيرفع العصايه السحريه وبيهجم بشعاع برقي، لكن جن بيتفادى الهجمه وبتيجي في الحارس، وبسبب كده فبتيجي على باله فكره صايعه. بيقعد يراوغ ويخلي الليتش يهجم بالبرق في اتجاه التابوت، وبالفعل البرق بيخبط فيه وبيدمر الحاجز تماما. جن بيلف وبيهجم على كل الحراس الموجودين وبيخلص عليهم. بعدها بيبص على الليتش بكل خبث وبيقول له فضيت لك يا قلبي، ولسه رايح عشان يهجم عليه ويلاقي الليتش اتقسم نصين حرفيا. الراجل بيبص لجن وبيقول له لقيتك اخيرا. جن بيبص له وبيقول له انت مين يا عم الحاج في ايه؟ الراجل بيتصدم وبيقول له حي انت متعرفنيش ازاي؟ جن ما بيضيعش وقت وبيستخدم مهاره عين الحقيقه، وبيعرف ان اسمه هيتشون ومستواه 29، وشرط نسخ المهاره بتاعته انه يهزمه في اكتر حاجه ويفتخر فيها وهي فنون السيف. جن بيبص على السيف اللي في ايده وبيقول ان ده هو السيف اللي اتسرق من المتحف، وبيفتكر ايام الماضي وبيقول في نفسه طالما هو اللي حامل السيف ده فاكيد هو نفس الشخص الغبي اللي كان كل شويه يتحداني في البرج زمان. جن بيضحك وبيقول له افتكرتك يا نجم، انت العبيط اللي كان كل شويه يتحداني. تشون بيتعصب وبيقول له المره دي غير كل مره يلا، ولسه هيتحداه ويلاقي القدس اللي ورا بتهجم عليه. تشون بيقول ما بيدهاش بقى، وبيفعل مهاره ساحه المعركه، وفجاه الارض بتتهز والمكان بيختفي، والاتنين بينتقلوا لعالم موازي لوحدهم تماما. بينتقلوا لمكان لوحدهم. الواد بيقول له اجهز يا جن فانا مش هتهاون معاك، وبيفعل مهاره بتزود من قوته 10% وبتنقص من قوه جن لنفس الرقم. جن بيضحك من جهل سونج لانه بسبب المهاره بتاعته النظام الخاص ببطلنا هيغير قواعد تسخين مهاره السيف بتاعته. ما بيضيعش وقته وبيستدعي المهاره بالفعل. سونج بيتعصب وبيهجم عليه، وجن بيستدعي الخنجر بتاعه، وفي ثواني الاتنين بيهجموا على بعض بسرعه مجنونه. سونج اتجنن، دي نفس المهارات بتاعته. جن بيقول له ها مالك قلقان كده ليه؟ سونج بيتعصب وبيقول له هنهي عليك دلوقتي. بيهجم باكتر من ضربه في نفس الوقت،
لكن صاحبنا بيقاوم، بيقول لنفسه لو صديت بالخنجر فاكيد هيتكسر، مفيش غير حل واحد، بيدمج حبه غريبه في الخنجر بتاعه، هو الخنجر بينور وبتتفعل مهاره مكبره السيوف. يا الهي، بيطلع منها نور بيعمل واد. جين بيبص له كده وبيقول له ده دوري دلوقتي. الواد دراعه بيتحول من قوه الخنجر. سونج مش مستوعب، بيقول انا عشت حياتي كلها وما شفتش مهاره مرعبه بالشكل ده. الواد بيتوتر وبيعملها على نفسه، بيفتكر يوم هزمته من جن في اللعبه، بيقول مش هقبل بكده، انا لازم اغير المصير ده. بينقض على جن باقصى مهاراته، لكن جن بيقف بنظره واحده بيشوف نقطه ضعفه، على طول بينقض هو الاخر عشان ينهي عليه. سونج بيقول له هجيبك، ويلاقي اللي واقف وراه. الواد بيلوح بالخنجر بتاعه وهو بينزل عليه، بيحاول يصد، لكن خلاص يا سونج السيف بيتكسر. بيقول لنفسه ده وحش متجسد على هيئه انسان. جن بيقول له ان كده فاز للمره الثانيه، بيغير الموضوع، بيقول له ان برج المحاكمات صعب جدا، بيمد له ايده وبيقول له هو انا محتاج فريق من الاقوياء اللي زيك يا سونج. الواد اصلا كان معجب بجن من زمان، عشان كده قابله بقى صديق لجن، بيلغي مهاره الساحه وبيرجعوا، لكنه بيقول له ان المره الجايه مش هتهاون معاك يا صاحبي. بننتقل لاعضاء الفريق. الراجل بيفتح نظام تحديد السحر وبيلتقط اشاره قويه، بيلاقيه بيقرب عليهم بشكل كبير. ظهر وحش حديدي شكله مرعب، العيال لسه بتتصدم ويلاقوا مصاص دماء فوق الوحش، بيتضح ان مستواها عالي جدا. بيرحب بيهم وبيعرفهم بنفسه، وبنعرف ان اسمه بيلوس. بيضحك لهم بخبثه وبيقول لهم انه قريب الملكه اليس، ودي ملكه الغاره دي. بس العيال بترفع السيوف عليه وبيسالوه انت عايز ايه بالظبط. بيقول لهم هدوا النفوس عشان ما تتلمسوش، انا هديكم اختيارين بس، اما هتيجوا ورايا او بيفعل مهاره تكوير الدم عليهم كلهم. اوبا، هو انت مين ولا جيت من هنا يا عم انت؟ لكن الشيطان عصر واحد فيهم وما سابش فيه حته سليمه. ده المصيبه اللي حلت علينا دي. بيكمل بمهاره تانية وبيقول له ها بين انت اللي فرقنا واللي بيتدربوا على فنون المانا، وبفضل لورا فهي بتساعده على امتصاص المانا من الحجر ده. بالفعل مستواه بيزيد بشكل سريع، وبسبب كده احصائياته بتزيد ل 12 نقطه. لكن فجاه بيطلع للورا رساله تحذيريه من النظام، رساله من ملك الاطلال، لو عايزه تنقذ بقيه اللاعبين فلازم تتعمقي لقلب الغاره. البنت بتعرف ان اعضاء فريقها اتخطفوا، بتقول له انا لازم امشي حالا، لكنها بتقلق من الموضوع ده، فهي مش واثقه في نفسها. لكن لو عرفت انقذ حد من فرقتي فده كفايه بالنسبه لي. وفي نفس الوقت سونج بيقول لها انه هيضطر يخرج دلوقتي، لكن لازم تاخدي بالك يا لورا، فالواد ده اناني وعشان كده اياك تثقي فيه. بس في نفس الوقت اقدر اضمن لك ان الشخص ده هو الوحيد اللي يقدر يهزم زعيم الغاره. البت بتفرح على معلومات سونج. بعدها بتروح لجن وبتطلب منه يكون شريك معاها في الفريق. بيقول لها لو هتدفع كتير فما عنديش مشكله. بتقول له هديك كل اللي انت محتاجه، لكن قبل تكون معايا. بيبص لها وبيقول لها خالصه يا جيمي، وبيتفقوا اخيرا. بعد فتره بيوصلوا لبوابه الزعيم. لورا بتستشعر كميه الهاله الموجوده في المكان. جين بيقول لها ما تخافيش، خليك فاكر ان القوه مش معيار للفوز، فبذكائي هقدر اعمل اي حاجه. يا عم جين الثقه دي كلها. بالفعل البوابه بتتفتح مرحبه بابطالنا. العيال بتدخل لعرش الزعيم. المكان مليان مصاصين دماء في كل مكان، لكن والاهم من كده ده نفس الشيطان اللي خطف فريق لورا. بس جن مش همه كل ده. ملكه الغرب بتقول لهم مالكوا اتاخرتوا كده ليه؟ بيسالها لو الاعضاء كويسين ولا لا. بتقول له تقدر تشوف بنفسك، وبتكسر الحاجز المحاط بيهم. جن بيطمن وبيقول جميل، لكنه بيلاحظ وجود بارك اخوه هنا محتجز مع العيال. بيفعل مهارته وبيعرف انه متعاون مع الشياطين. الشيطانه بتقول له ريحتك جميله جدا يا جن، احسن من اي ريحه انا شميتها في حياتي. الواد بيستغرب من المجنونه دي. بيقول لها يعني كل العك ده عشان بس تجيبيني؟ بتقول له طبعا فانا لازم اختبر اكل كويس، بس ما تقلقش فانا هسيبك تعيش 60 سنه على الاقل. بيقول لها ما تلمي نفسك يا وليه، انت مش شايف ان كلامك مش مظبوط ولا ايه؟ لكن في لحظه هجوم بيتوجه ناحيته بس بيعرف يتجنب جزء كبير منه. بتقول له ما تتكلمش غير لما اذن لك يالا. بيقول لها ما انت حلو اهو، لكن ما تقلقش فانا هقدر اقدم لك حاجه احسن مني بكتير. لورا بتقول له في ايه يا عم جيني، عيب الكلام ده يا صاحبي. الشيطانه بتقول له ايه ده اللي طعمه احلى منك، حاولوا تصفوا النيه يا جدعان عشان ما فيش حاجه من اللي في دماغكم دي. نرجع لجن وبيقول لها انه هيقدر يحررها من الغاره دي. البت بتتصدم من كلامه، وبقيه الشياطين بتتعصب وبتقول له اياك تقول كلام انت مش عارف حجمه. الشيطانه بتوقفهم وبتقول له شكلك فاهم كويس انت تتكلم على ايه. بيقول لها لو ما كنتش اعرف ما كنتش قلت اللي قلته دلوقتي. بيكملوا باستدعاء القناع بتاعه. بيقول لها انه هو جن الواد المتين فاشخ التنانين اللي عايش من سنين، وانا هو الوسيط الروحي للبشر الشيطانيين في البرج. وبنعرف ان البشر الشيطانيين دول كانوا في الاصل ناس عاديه، لكنهم خسروا بشريتهم بسبب افعالهم الشنيعه في البرج ده، وبسبب كده البرج احتجزهم جواه. بتقول له وسيط؟ بيقول لها بالظبط، وعشان كده انا اقدر اشوف الحواجز بتاعتكم. لورا بتقلق عليه وبتسال لو كانت الخطه ماشيه كويس، وبتستغرب ان اتباع الشياطين خايفين جدا. بتقول له بما انك بتتكلم في الامور دي فواضح انك عارف الكتير فعلا. بيقول لها لو ده معناه انها وثقت فيه دلوقتي. بتقول له لا، ورغم كلامك ده الا ان صعب اصدق وجود
ناس زي كده. وهي بيتفاعل مهارة سيوف الدم، بتقول له بسبب انك كدبت عليا فانت حكمت على نفسك بالموت، وبتهجم بسيوف الدم بشكل جنوني. الواد واقف من غير ما يتهز شعره واحده. لورا بتتدخل فورا عشان تحميه، وكل السيوف خبطت في الحاجز بتاعها. البت شغلها في المظبوط منه، بس شكل الموضوع مش سهل عليها برضه. تعابير الشيطانه بتتغير فورا، وبيطلع طاقه مشؤومه عملاقه وبتقول لهم هي دي نهايتك، حلو منك ليها. البت مصدومه لكنها بتطمن، فهي عارفه ان اكيد جن عنده خطه. لكن فجاه الواد بيغدر بيها. اوبا، لورا بتساله انت ليه عملت كده، والشيطانه بتستغرب من اللي بيحصل. جين بيقول لها لو قلت لك ان ما كدبتش عليك هل هتصدقيني؟ بتقول له لانك غدرت بيها عشان تثبت كلامك فانا مصدقاك. الفارسه لورا بتمسك فيه، بتقول لي احنا مش اتفقنا يا جن؟ مش قلت لي ان عندك خطه؟ اللي عملت كده. لكن قبل ما تكملي الواد بيرفع السكين عليها وبيطعنها للمره الثانيه، وواضح كده ان الشيطان مبسوطه جدا من اللي بيحصل. بيقول لها ان عشان تخترق الحاجز ده فانا لازم اختم روحك في خاتم برهام اللي معايا ده. بتساله يعني ايه تختم روحي؟ وفي الوقت ده بيفتكر الماضي بتاعه، بيفتكر هو اللي ما كانش راضي يزود مستواه، وده عشان في مهاره تقدر منها تستدعي اي روح في البرج بشرط انه يكون من المستوى الاول، وكمان لازم صاحب الروح يوافق الاول. وبالفعل بيفعل التعويذه بتاعته. بيقول لها هو يا حلوه. الشيطان بالنسبه بيكلمها بالتخاطر وبيقول لها انه مش واثق فيه. بتقول له انا هوافق لكن لو حسيت انه بيخدعني خلص عليه فورا. بيقول لها طلباتك اوامر يا اليس. والبت جهزت كل حاجه ونازله خلاص. بتقف على التعويذه وبتقول له المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ بيقول لها منحل شرف ختم روحك. الواد ولا كانه بيتقدم لها. اول ما بتلمس صباعه بتقول انا اليس موافقه بانتقال روحي حالا. بالفعل الخاتم بيتفاعل وروح اليس بتنتقل للخاتم. بتقول من جوه الخاتم ان الموضوع مش وحش زي ما هي كانت فاكره، فالدنيا هنا دافيه جدا. جين بيقول لها انا مبسوط عشان بيتك الجديد عجبك يا حلوه. اوبا، ده طلع بيخدعها طول الوقت ده كله. وفي نفس الثانيه البت لورا بتقوم خلاص. اي نعم هي اتطعنت لكن بسبب مهارتها فقدرت تخلي الطعنات غير قاتله. جين بيقول لها اهلا نورت يا ست الناس. الشيطان قاعده تشتمه في الخاتم وهو ولا هنا. بيقول لها استعد يا لورا، فاللي قدامنا دول مش سهلين. لا، الشيطان بيلوز بيتعصب من خداعه ليهم. بيقول له ده انا هعذبك لحد ما تتمنى الموت بسبب خيانتك لينا. المكان بيتملي بالدم في كل مكان. لكن جين بيفعل مهارة النار من المستوى الخامس وبيحرق المكان باللي فيه. بيقول لها خلي بالك من الرهائن يا لورا، وبالفعل بتروح تحررهم. بس جين وضعه لا يحسد عليه، محاط بكل مكان من اعتى الشياطين. لكنه بيقول لهم شكلكم نسيتوا حاجه مهمه. فمن اول لحظه الملكه بتاعتكم اتحجزت هنا، فرصتكم للفوز انعدمت خلاص. الشيطان بيقول له انت اللي جبته لنفسك يا جين، وبقيه الشياطين بينقضوا عليها عشان ياخدوا الخاتم منه. لكن في نفس اللحظه الواد بيتفاجئ من اللي شايفه، فجين بالفعل قدر يخلص عليهم كلهم. لورا بتعيط وبتقول له شكرا يا جين، فمن غيرك ما كنتش اقدر انقذ فريقي من المكان ده. ولان جين قدر ينقذ حياتها شرط نسخ المهاره بيتفعل، والنظام بيستنسخ مهاراتها الجن، ودي مهاره بترجعه للحياه لما جسمه يبدا يموت وما يقدرش يستعملها غير كل 240 ساعه. بيقول لها انت بتعيطي ليه يا وليه؟ بتقول له ما اعرفش بس انا مبسوطه. بعدها بيسالها لو ياخدوا كنوز الشياطين ويخرجوا من هنا، لكن قائد الفرقه بيقول له استنى، فالكنوز دي اللي المفروض تتوزع على الاصحاب الفعليين للمهمه دي واللي هم احنا. جين بيقول له انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ ده انا اللي انقذت حياتك. بيقول له انت فهمتني غلط يا جين، فاحنا هندفع لك فلوس على انقاذك لحياتنا دي. لكن جين مش عاجبه الموضوع وبيقول له لو عايز تاخد الكنوز فتقدر تاخدها، بس اوعى تندم على اختيارك ده. الواد استغرب بس ما بيهتمش وعينه بتلمع بسبب الكنوز الموجوده قدامه. اول ما بيجي يمسك الاثر اللي قدامه ايده بتتكهرب بشكل غريب. الواد بيستغرب وبيبص على ايده وبيلاقي ان في مس انتقل لجسمه. جين بيقول له من البقايا المقدسه كلها ممسوسه ومش هنتخلص من المس ده غير لما اليس تموت، لكن ما قلتش انها هقتلها يا صاحبي. والواد بيحصل له حاجه بيخلي لورا تتصدم من اللي شايفاه، لكن ما بنعرفش بيحصل ايه وجين بياخدها عشان يخرجوا. انما بره فالصحفيين والناس كلها قلقانه، فالزنزانه قربت تنتهي ومحدش فيهم خرج لحد الان. لكن مساعد مدير جمعيه المستيقظين بيتفاجئ، وده عشان ظهرت رساله بانتهاء الزنزانه بالفعل، وبيلاقي الزنزانه بتتفتح والعيال بتخرج منها. حرفيا الاخبار كلها بتتجمع حواليهم، وبيظهر قائد الفرقه واللي بيكون اشبه بسيتامه حرفيا، وهو ده الممثل اللي اصاب الواد. واحد من الصحفيين اللي بيكون اقرع هو التاني مش مصدق عينيه، بيعيط من العظمه اللي شايفها وبيقول له قرعتك جميله جدا. ايه يا جدعان الهبل اللي انا بقراه ده حتى باقي الصحفيين مستغربين من الهبل اللي بيحصل، وبيتوجهوا للقديسه لورا عشان يسالوها من الفشيخ اللي خلص على الزنزانه دي. بتقول لهم هو في غيره؟ الواد ابو قناعه هو اللي خلص عليها كلها. الرئيس بيقرر يتصل بالجمعيه عشان يبلغهم باللي بيحصل، انما بركه فهو متضايق جدا، متضايق لان خطته فشلت بعد كل اللي حاول يعمله. وفي اليوم اللي بعده الاخبار بتتداول عن من هو البطل المقنع، وجين قاعد ياكل اندومي
يومي ولا شاغل باله باي حاجه. الواد ده رايق يا جدعان، بيقول في نفسه ان كده لورا هي الوحيده اللي عارفه هويته، لكن مش مشكله. اما دلوقتي فلازم اشوف شغلي مع الخاتم ده. الشيطانه بتزعله من الخاتم وبتقول له يخرجها حالا من المكان ده. بيقول لها انت لسه شفت حاجه؟ بيمسك الخاتم وبيلفه بسرعه والشيطانه بتدوخ حرفيا. عمرك شفت واحد بيلعب باحدى ملوك الشياطين؟ انا شفت. بيقول لها ها مبسوطه دلوقتي؟ البت بتعيط وبتقول له ده انا هفشخك يالا بس اطلع من هنا. بيقول لها بجد؟ الواد بيتحول بيمسك الخاتم والبت تترجاه يوقف بسرعه، لكنه بيلف ايده بشكل سريع جدا. وبعد 3 ساعات بيوقف اخيرا وبيسمعها بتعيط. بيقول لها خلاص يا وليه هخرجك اهو، وبالفعل بيخرجها من الخاتم. البت اول ما بتطلع بتضحك ضحكه خبيثه وبتقول له اخيرا هجيبك، لكنها بتستوعب ان جزء صغير منها هو اللي ظاهر بس. بيقول لها ما تقدرش تستخدمي اكتر من 1% من قوتك في الحاله دي، يلا يا حلوه ورينا هتعملي ايه. البت خلاص فقدت الامل وبدات تعيط. بيقول لها ما تبطلي عياط بقى يا بنتي، وبعدين انا ما كدبتش لما قلت اني هحررك. البت بتتفاجئ وبتقول له بجد؟ بيقول لها هساعدك واتخلص من كل اللي خانوكي، بل وكمان هرجع لك مكانتك من جديد، لكن من دول اللي خانوها وانهي مكانه دي اللي بيتكلم عنها. واضح كده ان في اسرار كتير. بعد فتره فيديو قتال جن للشياطين بيتم تداوله في النظام والتعليقات ماليه الفيديو. ومن ناحيه تانية فالواد واقف قدام احدى النقابات بيلبس قناع وبيقول حلو الكلام، وهوبا بيقتحم المكان. ده الجمدان ده يا مان، حرس النقابه كلهم واقفين في كل مكان، لكنه بيفعل مهاره النار. اما في الطابق العلوي للمبنى الرئيس بيقول له هي فين كنوز الغاره اللي كلفتك بيها؟ باركا بيعتذر له وبيقول له ان الخطه ما مشيتش زي ما انت عايز. الرئيس بيتعصب وبيقول له كفايه، بيدي له واحده برجله بسبب الفلوس اللي صرفها عليه من غير لازمه. واثناء ما الحراس واقفين على الباب يلاقوا اللي داخل عليهم دخول خطير يخلي السر غالي يطير. هوبا هو ده الكلام ولا بلاش؟ لكن باركا بيقول هي دي اللحظه المثاليه عشان اخلي شكلي كويس قدام الرئيس. الواد بيتصدم ويلاقي ضربه جايبه اجله. الرئيس بيقول له هو انت اللي تسبب في فشل خطتنا؟ جين بيقعد بيقول له اهدى بس كده يا جدي، لكن الرئيس هو الذي يدعى جين انطلق بالسيف عشان يقضي على بطلنا، لكن الواد ولا همه وبمهاره واحده بيكسر له السيف. الرئيس بيتفاجئ فالسيف ده مش سيف عادي، ده احدى السيوف ذات المستويات العليا. جين بيحط رجل على رجل وبيقول له ها. وبعد فتره من الوقت ده بيتضح ان تم تسجيله برتبه اف لنقابه جمعيه المستيقظين، وبشكل كده هي ان دي الحاجه اللي بسببها اقتحم النقابه دي. فريق جين بيقول له فينك من زمان يا صاحبي؟ بيقول لهم مش ناويين تتعرفوا على العضوه الجديده اللي معانا؟ اقدم لكم يا الساده لعبه اوروبيه ما فيش منها 2. ومش بس كده لا، بل وكمان معكم كيم احدى المسؤولين في اداره نقابه الغراب الاسود، وهيقدر يدير الزنزانات بشكل كويس. العيال بتتعرف على بعض وشكلها كده اخر حلاوه. بعدها بيقرر يدخل لاحدى الزنازين وبيقول لها تعالي ورايا، وبيودع اعضاء نقابته وبيمشي. بعد فتره بيوصل لاحدى الاماكن، بيقف قدام تمثال غريب وبيقرب منه، بيحط ايده على التمثال وفجاه بتبدا تتفتح احدى الزنازين من الارض. بيقول ان الوضع خطير هنا، وبتظهر رساله من النظام بتعرفوا ان دخل لاحدى الطوابق السفليه من برج المحاكمات. بيقول لها ايه رايك وانت بره الحاجز يا اليس؟ مش مبسوطه وانت معايا ولا ايه؟ البت بتتحرج وبتاخد لها ركن على جنب. جين بيسال نفسه لو البشر الشيطانيين في الاساس بشر، لانهم موجودين من الاف السنين واللعبه اتحولت لحقيقه من فتره قصيره. البت بتستغرب من نظرات جين. بيقول لها انا عايز اسالك على حاجه يا اليس. لسه بيسالها ويلاقي النظام شوش المحادثه عليهم. هوبا ده اللي بيحصل ده. بيقول لها خلاص تعالي ورايا، لكن فجاه البت بتلاحظ حاجه جايه عليهم. الواد ما بيضيعش وقته وبيفعل مهاره النار وبيحرقه فورا، وبيتضح انها حشره عملاقه لكنها خطيره جدا وموجود منها اعداد كبيره ومحاصرهم من كل مكان. بيفعل مهاره دوامه النجوم واللي بتقلل دفاعهم بنسبه 30%. بيقول لها بسرعه يا اليس خلص عليهم. البت لسه هتتعصب لكنه بيفكرها باللي عملوا فيها قبل كده، وخلاص بتفعل فن الدم وبتقضي عليهم كلهم. الخنافس كلها بيتم حجزها داخل كرات الدم، والواد ما بيضيعش وقته بيقضي عليهم واحد ورا التاني. واخيرا وبعد وقت طويل بيرفع من مستواه، لكن بتظهر خنافس تانية واللي قربت منه بشكل كبير. بيقول ما بيدهاش بقى، بيفعل مهارته بيقول لهم يلا تعالوا ليا شويه حشرات. بننتقل لحجره الاجتماعات لنقابه اولمبوس. قائد نقابه الجبابره واللي اسمه باتريك بيقول لهم زي ما شفتوا فكل الفرق اللي راحت للغاره الثامنه فشلوا، واللي راجع منهم 9 بس. وزعيم الطابق راجل كحيان، بس المشكله في ال100,000 تمثال اللي موجودين. وقائد نقابه جنغو هو اللي اسمه هوي بيقول له يا جدع احنا استخدمنا قوه الاثار المقدس وما عملش اي حاجه، المفروض نعمل ايه يعني؟ قائده نقابه اولمبوس واللي اسمها مرايا بتقول له كل اللي احنا محتاجينه لاعبين من المستوى ال15. انما بايكو اللي هو قائد نقابه دانجون بيقول لهم مش كل اللي احنا فيه ده بسبب باقي النقابات اللي محتاجه زبائن الزنزانات. الواد بيتعصب وبيتخانق مع بايك بسبب كلامه. باتريك بيسكتهم وبيقول لهم ان ده مش وقته. فامبارح على الفجر جات لنا رساله من البشر الشيطانيون وانهم يقدروا يساعدونا بس بشروط معينه. العيال بتتصدم، انت مجنون ولا ايه؟ عايز تتحالف مع الشياطين؟ لكن قبل ما يرفضوا بيظهر احد
احد الشياطين من العدم، بيقول لهم مش هتعرفوا تعملوا حاجه من غيرنا. القاده مش فاهمين ده جه امتى ده. بايك وبي بيقرروا يهجموا عليه، بيقول لهم مالكوا بس كده يا جدعان، ما تصبروا اخلص كلامي. انا عاوزكم تنضموا ليا وهنخلص لكم على الطابق التالت باسرع وقت. بايك بيتعصب وبيقول له ده انتوا ما تكملوش 100 شيطان حتى. بيقول له جميل، يعني المشكله كلها في الاعداد مش كده؟ بيفعل مهاره استدعاء الجثث بالعصايه اللي معاه. باتريك بيبص من الشباك ويلاقي الشارع كله هياكل عظميه، بيلف بسرعه وبيقول له العصايه دي. بيقول له بالظبط، فدي احدى الادوات الخاصه والمسؤوله عن استدعاء الجثث. القائد وي بيقول ان بالعنصر ده ففرصه فوزهم هتبقى كبيره بكل تاكيد. بايك بيقول لو كان الموضوع كده فلازم نجرب، لكن مش هنعرف حد ان احنا تعاوننا مع الشياطين. لورا بتقول احي هو انت كمان يا بايك؟ ما لو عمكم جن كان هنا ما كانش حصل كل ده. وبذكر اسمه البنت تلاقي جن بيرن عليها. الواد ده بيشم على ظهر ايده ولا ايه يا جدعان؟ اول ما بترد عليه الواد بيلمح الشيطان وبيقول لها ده ايه ده يا مزه. الشيطان بياخد باله منه وبيقول له تظهر نفسك بدل جو العيال ده. الجن بيقول له عيون الاثنين. المكالمه بتتحول لمكالمه جماعيه وبيظهر لهم كلهم. زعماء النقابات بيتصدموا وبيقولوا هو ده المجهول اللي خلص على الطابق الاول. الشيطان بيقول له هي نعم انت خلصت الطابق الاول، لكن الطابق اللي احنا داخلين عليه صعب عليك يا حبيبي. جين بيقول له يعني انت بروح امك اللي هتقدر تخلصه؟ بيقول له اكيد. انت متخيل كل الجثث دي للزينه ولا ايه؟ جن بيصدمه وبيقول له ان ده مجرد جيش مزيف يا جدع. بيكمل وبيقول له ان باستخدام قلب القديس ولبس السجن المبلل بالزيت المقدس عملت الجيش بتاعك ده. باتريك بيشك في كلامه وبيقول له هات دليل. جين بيقول ان العصايه دي دايما بيكون فيها جوهره حمراء تحت الجمجمه، وغير كده لو بصيت على الجنود فهتلاقيهم شويه حساله، اول ما يدخلوا يواجهوا الزعيم هيموتوا بسرعه. الشيطان اول ما بيحس ان خداعته اتكشفت بيختفي بسرعه، وحتى جيشه بيحصل لهم نفس الحاجه. باتريك بيساله وبعدين يعني نعمل ايه؟ جين بيقول له ما تقلقش، انا هخلص لكم على الطابق ده وهخليكم تعملوا فلوس كمان، وغير كده هعملها لوحدي. الكودا بصوا لبعض وكلهم كانوا بيفكروا في نفس الحاجه، ان ده احسن بكتير. لو قدر يخلصها لوحده يبقى كسبنا، ولو ما قدرش نضمه لصفوفنا، وفي الحالتين احنا الكسبانين. بعدها بدأوا يعلوا على بعض، كل واحد بيقدم عرض احسن من التاني عشان يضم جن ليهم، لكن جن وقفهم كلهم وقال كل اللي انا عايزه انكم تمنعوا اي صياد يدخل لنفس الطابق ده. ماري بتساله هو انت ليه عايز تساعدنا؟ الواد بيتوتر لكنه بيلم الدور وبيقول لهم انا بعمل كل ده عشان المزه دي. والبت لورا بتتكسف. جن بيقول القرف اللي انا بقوله ده، انما بايك فبيكون متحمس جدا وبيقول ده هو ده صاحب الجدع. بعدها المكالمه بتنتهي وبنعرف ان جن وصل للمستوى ال 12. بيقول جميل 12 مستوى في يوم واحد مش حاجه وحشه. اليس بتجيب اخرها من جن وبتقول له انت كده مستعبدني يا جدع. بيقول لها ما تقوليش كده عشان ما تجرحيش مشاعري، ده انا حتى كنت هشتري لك جرعه مانا. بتبص له نظره مرعبه وبتقول له انا مش عايز جرعات، انا هاخد المانا من دمك. بيقول لها يا بنت المجنونه اللي بتقوليه ده، لكنها ما بتضيعش وقت بتشرب من دمه. بعد الهبل اللي حصل ده جين بيفتح المتجر وبيشتري شويه حاجات. بعدها بيكلم اليس بيقول لها جهزي نفسك فالموضوع مش سهل هنا، وبينط في الحفر على طول. اليس بتقول له انت بتنط في مكان مش عارف حجمه قد ايه؟ بيقول في نفس دي ما تعرفش اني نطيت هنا 100 مره في الماضي. بيقول لها دلوقتي يا اليس، وعلى طول بتفعل مهاره الجاذبيه وبينزلوا بسلام. بعدها بيولع المكان عشان ينور الدنيا، وهكذا ظهرت الوحوش. وفي النص الزعيم بيساله لو كان يعرفه. جن بيستفزه بيقول له طبعا يا انوبيس الكلب. يا جن ده مش شكل واحد تهزر معاه. انوبيس لسه هيرد ويلاقي جن بيقول له انت لسه هترغي. الزعيم بيضحك وبيقول له انت فاكر ان عظيم زي هيحارب حشره زيك؟ اليس بتقول له ده شكله خطير جدا، اهرب انت وانا هاخره شويه. لكن جن بيعدي من جنبها وبيقول لها راقبين انت وبس. انوبيس بيتعصب وبيفعل مهاره الاستجواب وبيسال لو كان سمع عنه من مصاصه الدماء دي، وبتظهر حاكمه الاستجواب. وفي نفس اللحظه النظام بعت له اشعار شرط نسخ المهاره انك تهزم التجسيد الخاص بانوبيس. جن بيرد عليه وبيقول له طبعا، امال هعرف عنك ازاي يا ذكي؟ السؤال الثاني هل جيت عشان الخليه؟ بيقول لها اكيد فدي غاليه جدا. السؤال الثالث هل فاكر انك تقدر تخرج من هنا؟ جن بيقول له ده لو ما عرفتش ههزمك يا روح امك. وبعد الثلاث اسئله مهاره الاستجواب بتتفعل وبتفقد 50% من مهارات جن لمده دقيقه واحده. انوبيس بيأمر حد من جنوده يخلص على جن. الحشره الكبيره رايحه تهجم عليه، لكن جن بيخرج جهاز موسيقي وبيقول له ان ده كفايه جدا لهزيمته. انوبيس بيقول له انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ الحشره لسه بتهجم عليه وتلاقي جن قاعد يرقص زي العبيط، رقصه ورا الثانيه والواد قاعد يتفادى هجمات الحشره. انوبيس بيقول احيه ده مين التنين ده؟ وبعد ما الدقيقه بتخلص بترجع له قوته، ما بيضيعش وقته وبيعمل من الجراد سلطه حرفيا. انوبيس بيتعصب وبيقول له ماله؟ فالجراد هيقدر يجدد نفسه بكل سهوله. جن بيقول له ماله؟ ده انا هخليه يكره اليوم اللي هو عايش فيه. وفي كل مره الجراد يجدد نفسه الواد بيفشخه بكل معنى الكلمه. اليس بتقول في نفسها طالما هو بالقوه دي فاكيد هيقدر ينتقم لي، لكن هي تقصد ايه بالظبط؟ الوحش مش قادر يستحمل اكتر من كده وبيقرر ينهي على حياته بنفسه. انوبيس بياخد الصدمه وبينزل كتاب مهارات من جثه الجراد اللي مات ده. بالفعل بيكتسب مهاره التلاعب بالجليد. انوبيس بيتعصب وبيقول له انت هتحاربني بالعاب العيال دي؟ جن بيقول له تنيل، فانت مش هتعرف تعمل حاجه غير في الطابق ال 22.
42. بيقول له يعني انت عارف ان ده تاكسيد ليا مش اكتر، امال ايه اللي جابك هنا؟ بيقول له حسيت بملل فقررت العب معاك شويه. انوبيس بيتعصب وبيخرج عن شعره وبيقول له انت فاكرني لعبه بروح امك؟ بيستدعي الخليه ودي بتطلع سرب من الحشرات، بيقول لهم افشخوه حالا. لكن جن بيدمج بين مهاره اللهب ومهاره الجليد، وبعد الدمج بيكتسب مهاره ضوء النهار. بيجمع الطاقه في ايديه وبيديهم واحده كاميهاميها بتقلب الوضع كله. جين قلب على دراجون بول خلاص يا جدعان. انوبيس بيستخدم مهاره التركيز على جن، بتخرج نحله من الخليه زي الصاروخ عليه، بس من المجنون ده اللي فاكر جن هيموت من نحله، الواد بيخلص عليها في ثواني. لكن اكيد انوبيس مش عبيط برضه، بيتضح ان الخليه ما بتبطلش تطلع نحل منها. جن بيجيب حبايه بتقدر تكبر اي جسم ل10 اضعاف، وبيحدف على واحده من النحل فبتكبر، وبعدها بينط عليها بياخدها ويطير على الخليه. بعدها بيستخدم الحاجات اللي اشتراها من المتجر وبيفعل مكعب سحري بيحبس الخليه كلها، ما بيضيعش وقت وبيولع المكعب كله باللي فيه، والواد مستواه في العالي منه. انوبيس بيتصدم وبيقول له انت عملتها ازاي؟ ده ولو كانه عارف كل حاجه هتحصل. في اللحظه دي انوبيس بيرفع ايده وبيدمر الخليه بنفسه. جن بيقول له ينفع كده تكسر اللعبه بتاعتي قدام عيوني؟ انوبيس بيقول له يعني انت يا انسان بتذلني؟ ده انا هجيبك يلا. بيجي بحره وبيضرب رجليه في الارض، بيقول له عيش لحد ما تجيلي فوق وانا هفشخك، والنسخه بتتدمر. بتيجي رساله الجن على اكتمال شرط نسخ المهاره، وبالفعل بياخدها. اليس بتقول له ايه اللي شافته عينيا ده؟ بيقول لها عيب عليك يا جيمي. اما مستوى الجن فبيوصل للمستوى ال 19، وفي نفس اللحظه بتجيله مكالمه فيديو من سونج، بيقول له انت فين دلوقتي؟ الجن بيقول له انت مالك؟ ايه خلاص عايز ايه؟ بيقول له جاي لك بعرض هيعجبك. في خلال يوم جمعيه المستيقظين هتعمل بطوله للفنون القتاليه، فانا عاوزك تشارك عشان تواجهني تاني. الجن بيقول له هو ده العرض اللي هيعجبني؟ بيقول له عيب عليك يا صاحبي، فانا عارف انك طماع، وعشان كده معايا تذكره للسوق السوداء، وده بقى مكان زي المزاد كده، لكن مش اي حد يقدر يدخل لهناك الا لو معاك تذكره للسوق السوداء، وعمله السوق دي هي العمله الحقيقيه مش عمله النظام. جين بيقول في نفسه ان طالما المكان ده بيضم ناس غنيه يبقى اكيد في حاجات مهمه بتتعرض هناك. وفجاه بتجيله رساله من النظام اللي بتعرفه ان الفيديو بتاعه بقى مشهور جدا، وايه الناس كلها بتتكلم على ان جن هيخش الطابق الثالث لوحده. بعدها بننتقل لحلبه الفنون القتاليه، والواد قاعد زهقان وبيقول ايه الهبل اللي بشوفه قدامي ده ولا كانه فيلم بيتعرض قدامي. سونج بيقول له ها يا عم جن، وقبل ما ترفض ففي مكافاه تانية يا صاحبي، فاللي هيكسب هياخد اداه خالده من معرض كوريا، او هيقدر يختار لاعب تاني عشان يواجهه. بعدها بيظهر اتنين في حلبة القتال، وفجأة بيظهر تمثال انوبيس. ايوه هو نفس تمثال البنت اللي كانت مع جن في المتحف، ولو ما تعرفوش يبقى انت ما سمعتش الجزء اللي فات يا صاحبي. الواد بينزل عليهم بضربة بيطير كل العيال من قدامه، ومن ناحية تانية فبيجي اللي بيولع فيهم كلهم، ومين غيره يا صاحبي؟ ده الراجل العجوز اللي جن نسخ مهاراته في اول القصة. القادة مبسوطين جدا من اداء العيال دي، وقائد نقابة السحابة السوداء واللي اسمه ديوك بيقول هو لاعب واحد بس اللي عجبني من كل دول، وبيقصد سونج بكلامه. وواحد من اعضاء فروتو واللي اسمه جانج بيقول ان دول كلهم شويه حشرات قدامي. ديوك بيقول له خليك في نفسك يا حبيبي. سونج بيقرر يخلص من المهزله اللي بتحصل دي، وبيخلص عليهم كلهم بضربه واحده. المذيع بيقول له مبروك اختار الجائزه دلوقتي، بيشاور بالسلاح وبيقول له تعالى لي. جانج بيتحمس وبيقول له ده انا هفشخك يا روح امك. القائد ديوك بيقول له هركن انت يا باربع عيوني، انت مش شايف بيشاور على مين؟ ومين ده بقى يا ترى؟ ده جن يا جدعان. كله بيسال مين ده، ولما بيدور عنه بيعرفوا انه من الرتبه اف. ديوك مستغرب لسونج اختار عيل من الرتبه الضعيفه دي وهو يقدر يختار واحد زي جانج، لكن على طول جن بينزل وبيقول له ما تخيبش ظني فيك يا سونج. سونج بيقول له هو ده على اساس انه اخسر يعني؟ جن بيستفزه وبيقول له باين كده ان مهاراتك بقت احسن من الاول. سونج بيتعصب وبيقول له باين بس ده انا فشخت نفسي تدريب عشان اوصل للمستوى ده، وفي ثانيه بيفعل مهاره تشيء السيف. جن بيقول له تعالى لي، وبضربه مهوله بتدمر المكان كله. الواد حرفيا بيخترق مبنى الحلبه بكل معنى الكلمه. سونج بيقول له انت عندك كم مهاره يا ابني انت؟ وحرفيا ما بيقدرش يكمل وبيقع مهزوم. بعدها جن بيروح ياخد منه البطاقه اللي قال له عليها، والجماهير مش مصدقه ده ازاي عمل كده بضربه واحده. جن بيروح عند البنت والراجل العجوز بتوع المتحف، بيقول لهم بقالي كتير ما شفتكمش يا شباب. والراجل العجوز اللي اسمه مين بيقول له من ساعه المتحف ما شفناش وش بعض يا صاحبي، ليه بتقول وانا كمان زيك يا عم الحاج؟ جن بيقول لها عايزك في موضوع فمحتاج رقمك، لكن لو عايزه ترفضي تقدري طبعا بس اعتبر انك بتلعبي بالنار. البنت بتخاف فبتوافق. وفجاه جانجي بينط من مكانه للحلبه، بيقول لجن كنت فاكرك هتخسر عشان انت من رتب الدنيا، ولكن شكلك قوي يا عم الناس. جن من غير ما يضيع وقت بيفعل عين الحقيقه، بيعرف انه من المستوى ال21 وعنده مهاره قوه العملاق. النظام بيقول له ان شرط نسخ المهاره بتاعته هي انك تعرف هو مخطط لايه بالظبط. جن بيستغرب هو النظام بيقرا افكار الناس ولا ايه؟ لكن جانجي بيقطع تفكيره وبيقول انا مش جاي عشان احاربك لا. جن بيقول له امال انت عايز ايه يعني؟ بيقول له بما اني هشوفك كتير فانا عايز اكون تحت رعايتك يا صاحبي. جن بيفعل عين الحقيقه وبيعرف انه كذاب، وبيعرف انه عايز يهيمن عليه بقوه العملاق لما يسلم عليه. النظام بيقول له مبروك يا جن، حصلت على مهاره مخلب العملاق، ودي بتخليك تزود قوه ايدك بشكل كبير. جن بيقول في نفسه ان لما كنت بلعب اللعبه زمان كان صعب ان انا انسخ قدرات الناس، انما دلوقتي فالموضوع
الموضوع بقى مختلف خالص. واول ما بيسلموا على بعض الواد بيبص له بصه مرعبه بيقول له اوعى تفكر نفسك هتفوز عليا. جانجي بيحاول يضغط عليه لكن على مين؟ ده انا جن قاتل الشياطين. بيفعل مهاره حكم انوبيس وبيقول له هسالك سؤال، هل هتقدر تفوز لو دخلنا في القتال مع بعض؟ جانجي بيقول له ما تبقاش عبيط، هي دي حاجه محتاجه سؤال. وقتها بيتم تفعيل مهاره انوبيس عليه. الواد بيحس بضغط مش طبيعي. جن بيكمل ضغط عليه وبيخليه ينزل على ركبته. بيقول له مش عيب عليك تبقى طويل وهبل كده؟ الواد مش رحم وبيضغط عليها اكتر واكتر. جانجي بيصرخ بيقول له وقف، لكن جن بيديله ضربه بيمسح كرامته بيها. الواد بيقع على الارض مغمى عليه. بس في اللحظه دي بتطلع طاقه غريبه في المكان. بيظهر ديوكو وهو متعصب على اخره. جن بيفعل عين الحقيقه وبيلاقي ان مستواه 34 ومهارته هي تشي شيطان الدم. وشرط نسخ المهاره هي تحطيم كبرياء ديوك. بيقول له انت ازاي تجرؤ على اهانه واحد من نقابتنا؟ جن بيقول له انا فاهم سبب عصبيتك لكن بصراحه انا زيت وماليش خلق اقاتل اسياد النقابات. بيفعل مهارته وبينط عليه فورا. جن بيفعل مهاره نور الشمس والناس مش قادره تشوف من النور اللي خارج من بطلنا. وفي نفس اللحظه بيستدعي خنجره المتين وبيتوجه على الشيطان المسكين. القائد مش مصدق ان جن قادر يقاوم هجماته. بيتعصب وبيزود قوته بشكل كبير. لكن وقبل هجومه الاخير بتظهر طاقه تحكيميه بمستوى عالي بتفرق الاتنين عن بعض. وبيسمع حد بيقول لهم يوقفوا قتال حالا. وبيتضح ان ده هو رئيس الاتحاد سانج. ديوكو بيقول انت جيت في الوقت المناسب. فالواد ده دمر هيبه واحد من نقابتنا. الرئيس بيقول له يخلص فده برنامج لعرض المواهب فطبيعي يحصل مواقف زي دي. وبيتوجه لجن وبيقول له انا شفت قتالاتك كويس جدا. بينحني هو والاعضاء وبيهنوا على حصوله للمركز ال 16 على كوريا وكمان على حصوله للرتبه اس. الناس كلها بتتصدم من وجود لاعب جديد من الرتبه دي. وديوك مش مصدق المهزله اللي هو فيها. بيقول لصاحبي اللي رايح لجن يوقف حالا، احنا نقابه السحابه السوداء هنصفي زعيم الطابق الثالث. الصحفي بيتجاهله وبيقول له هاجيلك في وقت تاني. وبسبب كده بيتهز كبرياء ديوك في اللحظه دي. وجن بيكتسب مهاره تشييد الشيطان الدموي الخاصه بديوك. بننتقل من بعد اليوم ده والاخبار كلها بتتداول على جن وعلى حصوله للرتبه اس. الواد بيتبسط وبيفهم ليه الناس بتطمح للحصول على الرتبه دي. وبيكون مسافر بطياره خاصه وبياكل احلى اكل في حياته. لكن الشيطانه بتقول له في حاجه غريبه. فالراجل اللي قدامك ده طلع منه ريحه مش كويسه. بيستغرب منها لكنه بيفعل عن الحقيقه والواد بيتفاجئ. بيعرف ان اسمه اليكس وعنده مهاره الاحياء. اوبا فده لاعب بشري شيطاني موجود بينهم. النظام بيكمل وبيقول ان شرط نسخ المهاره بتاعته انه ينضم للاتحاد البشري الشيطاني ويتقرب منه. اليكس بياخد باله من نظرات جن. بيقول له مش انت اللاعب جن اللي اكتسب الرتبه اس؟ جن بيقول في نفسه ان لاعب زي ده يطلع معاه في نفس الطياره اكيد دي مش صدفه. لكنه بيجاوبه وبيقول له انا هو جن. اليكس بيقول له اكيد القدر جمعنا انا وانت مع بعض، ايه رايك نشرب حاجه؟ جن بيقول له مش بطال. بيشربوا مع بعض واليكس بيقول له انه جه كوريا عشان يوسع من شغله المرتبط بالاستيقاظ. لا انا ولا جن فاهمين هو بيتكلم على ايه بالظبط. وعشان كده اليكس بيكمل وبيقول له في مشكله واحده بس قبلاني وهو اللاعب المقنع اللي ظهر فجاه في الفيديوهات. ايه المشكله هنا؟ اني بحاول ادخل للطابق الثالث من الغاره لكن في كل مره بحاول اعمل كده النقابات بتمنعني بسبب ان المقنع محتجز الطابق ده وعشان كده عايزك تنضم ليا يا جن. بيقول له هو مش المقنع اعلن انها غاره فرديه؟ اليكس بيرد ايه يا عم جن متعرفش اللي فيها ولا ايه؟ احنا اصحاب الرتبه اس لينا الحق نعمل اي حاجه احنا عايزينها. جن بيقول له بس انت مش شايف ان ده كتير عليا؟ فانا لسه واخد الرتبه اس من شويه. بيقول له مالك كده يا عم جن؟ ده انا راجل اعمال برضه يعني مش هقدم لك عرض صعب الا لو هدفع لك حاجه محترمه. وبيستدعي جرعه مقدسه تقدر تعالج اي حد مهما كانت اصابته. جن اتفاجئ من العرض. بيسال نفسه ازاي اكسير زي ده يقع في ايد انسان شيطاني. اليكس بيكمل وبيقول له انك تقدر تاخده دلوقتي وده بعد ما توقع عقد التعاون بينا. عقد خطير بيقتل اي حد يخالف شروطه. جن بيقول له للاسف يا اليكس بس انا مش هقدر اوقع على العقد ده. اليكس بيقول له يا خساره خلاص بقى هات الاكسير. لكن جن بيمنعه من انه ياخد الاكسير بتاعه. جن بيقول له دخول الحمام مش زي خروجه يا صاحبي فاي حاجه بتعجبني باخدها على طول. الواد بيتعصب وبيقول له انت متعرفش انت بتتعامل مع مين دلوقتي؟ لكن جن بيسيبه وبيقول له نبقى نتقابل في وقت تاني يا صاحبي. اليكس بيقول له ان التصرف بتاعه ده هيضايق الراجل المقنع. جن بيقول له مالك بتتكلم عنه كانه صاحبك يعني؟ وبعدين هو مش حابط خطتكم في اجتماع النقابات من كام يوم؟ الواد اتصدم بيقول هو ازاي عرف؟ جن بيكمل وبيقول له انا اقدر اديك معلومات اكتر عن الواد ده بس خليك كويس وبلاش عصبيه. وبيوصلوا لاحدى المزادات الخاصه بالسوق السوداء. اليس مش مصدق انها قدرت تشوف الدنيا اخيرا. بعدها بيدمج مهاره عين الحقيقه مع مهاره تشييد شيطان الدم وبيصنع مهاره عين الشراهه وبكده هيقدر يعرف احصائيات اي حد مهما كان مستواه ايه. كمان هيقدر يشارك المعلومات مع اي حد هو عايزه بس لو استخدم المهاره بشكل كبير فشخصيته هتبدا تتاثر. بعدها اليس بتقول له بص يا جن ايه رايك لو رحنا المكان ده؟ جن بيرفض وبيقول لها هنروح مكان غيره. بتقول له واحنا هنروح فين على كده؟ بيقول لها مكان فاخر من الاخر اكيد هيعجبك. بتتحمس وبتقول له يلا نروح بسرعه. بيوصلوا الكازينو للقمار وحاجه حرام مالناش دعوه بيها. بتقول له انا كنت فاكر انك هتوديني لعالم تاني ولا حاجه. ايه المزبله اللي احنا رايحين لها
المصلحة دي. بيدخلوا وجن بيطلب مشروب ويلاقي الموظف بيعلن عن مباراة جديدة. بيروح عشان يلعب وبيأمر بكل الفلوس الموجودة في اللعبة. بيقول له شكلك واثق من نفسك يا حلو. جن بيسأله هي النقابة اللي بتدير المكان ده. بيقول له نقابة سكافنجر ويفضل يسأله اكتر والراجل مش عارف ليه كل الأسئلة دي. بعدها بيقرر يلعب وبيستخدم مهارته عشان يكسب القمار ده، لكن اول ما بيقلب الورق بيلاقي نفسه خسران. الراجل هيعملها على نفسه حرفيا. مهارتي مش شغالة ولا ايه؟ واللي يعرف جن كان بيعمل ايه لما كان بيسأله يكتب لي في التعليقات. جن بيقول له كانت مباراة فشيخة يا عمنا، استسمحك بقى هاخد الفلوس بتاعتي. لكن فجأة بيلاقي واحد بيزعله وبيقول له وقف مكانه. وبتظهر احدى العصابات والراجل بيقول له انا ما اعرفش انت عملت ايه عشان تفوز، لكن انت لازم تيجي معايا. جن بيقول لهم هي دي الطريقة اللي بتستعملوا بيها مع زباينكم ولا ايه؟ واحد بيقول له زباين منه الناس نايمين، خلص على الواد ده. وفجأة بيلاقي قائد العصابة بيترمي فوقه. جن بيقول لهم ده انا هفشخكوا كلكم، وفي ثانية بيترمي عليه برصاصة لكنه بيتفاداها. انت قد اللي بتعمله ده؟ طب خد دي. الواد بيحارب وعامل شغل عالي، واليس قاعدة تكلم النادلة ولا كأن في مدعكة وراها. النادلة بتقول لها ان المشروب ده بيمثل الحب بين الازواج. واثناء ما جن بيحرق المكان كله اليس بتسألها حب بين الازواج. بينتقل جن وهو ماسك العيال وبيفشخها واحد واحد ولا كأنه غلو دخل عليهم المكان. الزعيم بيتعصب فبيروح واحد وبيقول له يبص بسرعة، وهنا بيكتشف ان جن من الرتبة اس بيستوعب المصيبة اللي دخل عليها. قال لهم بسرعة يوقفوا حالا، وبينحني الجن وبيعتذر له عن كل اللي حصل. جن بيقول له انت لسه فاكر تعتذر دلوقتي وليه اساسا؟ بيكمل وبيقول له انا هاخد كل الفلوس اللي كسبتها وهم 10 ملايين دولار، ولو ما وافقتش فما تزعلش من اللي هعمله في المكان. بالفعل بيتم تحويل 10 ملايين دولار لحسابه. الواد بيطلع وبتيجي عربية غريبة بتقول له انت الزبون رقم 117 اركب عشان اوصلك للمزاد. وبعد فترة بيوصل هو واليس والبت طايرة من الفرحة، فالمكان شكله رايق فشخ. لكن فجأة البت بتشم ريحة مشؤومة. بيقول لها مالك يا بنتي؟ بيلاح الشيطان بيقول له اهلا اهلا بيك، انا هو جوليوس. واللي بيطلع مين بقى؟ نفس الشيطان اللي حاول ينصب على رؤساء النقابات في الاول، واللي كمان بيكون المسؤول عن اليكس. جن بيفعل عين الشراهة بيلاقيه من المستوى ال30، ومهارته هي مستحضر الارواح. اما القدرة الفريدة بتاعته فهي حارس الهرم، وشرط النسخ هو انه يتعلم السحر الاسود منه بمستوى ايه. الواد بيتعصب بيقول هي ايه الشروط الغبية دي؟ جوليوس قال له مش انت قلت انك هتعرفنا عن المقنع؟ جن بيقول له اه طبعا مفيش مشكلة، بس خلينا نتكلم في وقت تاني. جوليوس بيقول له ما تتحركش من هنا فانا ما عنديش وقت زيادة ضيعه. جن بيبعد العصاية من عليه وبيقول له اياك تهددني مرة تانية. بيمشي وبيقول لأليس يلا ورايا. جوليوس بيقول لأليكس في طريقة تانية عشان نجيبه بيها. البت مبسوطة وبتقول له ده ايه الجمدان ده يا عم جن؟ سيداتي سادتي اشكركم جميعا على الانتظار. العنصر الاول جزء من نيزك وقع في ولاية اريزونا الامريكية، وبتبدأ الناس تزايد 150,000 بل 200,000، لكن جن بيرفع المزاد ل 300,000 دولار. لسه هيطمن بفوزه ويلاقي اللي بيزايد ب1,000,000 دولار. هوبا ده من المجنون ده، وهو مين غيره؟ الشيطان جوليوس. الناس اتصدمت والحكم بيعلن عن انتهاء البيعة للسيد جوليوس. جن بيتعصب من الورطة اللي وقع فيها. الغرض الثاني جن بيزايد ب500,000. البت بتقول طب ما تستنى نعرف الغرض حتى. بيقول لها اصبري فانت مش فاهمة حاجة. جوليوس بيزايد ب1,000,000 للمرة التانية. 1,500,000. ايه يا عم جن مش كده يا صاحبي؟ جوليوس بيزايد ب3 ملايين. الحكم بيقول تمت البيعة ب3 ملايين دولار. والغرض الثالث وهو وبيفضلوا على الحال ده. اليكس بيقول بالطريقة دي هتفلس يا جوليوس. الشيطان بيتعصب بيقول له يخرس. والحكم بيعلن عن ركعة شطرنج خاصة. الناس بتقول ايه الهبل ده؟ هو ما عندوش حاجة يزايد عليها غير لعبة الشطرنج دي، لكن جن بيزايد ب50,000 دولار وجوليوس ب100,000 150 500 مليون دولار بل وكمان 8 ملايين. الناس بتقول من المجانين دول. وقتها جن بيرفع المزاد ل10 ملايين دولار. جوليوس بيضحك وبيقول ما بدهاش بقى 30 مليون دولار. بيقول له اخيرا عرفت انت جاي هنا ليه؟ جن بيقول احيه هي فلوسه ما بتخلصش ولا ايه؟ الشيطان مبسوط من استياء جن، لكن وقبل ما تتم عملية البيع اليس بتزايد ب100 مليون دولار. هوبا بابا جوليوس اتصدم. 100 مليون دولار عشان ركعة شطرنج؟ ايه يا جوليوس هم 30 مليون مش كتير برضه ولا ايه؟ ربنا يرزقني بنصهم يا عم. بيقول في نفسه انا صرفت 700 مليون دولار عشان ما خلوش يشتري حاجة، ولو وقفت هنا يبقى كل ده ملهوش لازمة. 110 مليون بل 200 مليون يا حقير انت. بيزعق لها وبيقول لها بطلي هبل، انت مفكر انا هصدق ان عندك 200 مليون دولار؟ والحكم بيقول لها انا ما صرتش اشكك في وضعك يا انسة، لكن هل تقدري تقدمي اثبات على رصيد حسابك؟ هل الذهب ده كله كافي ولا عايز اكتر من كده يا روح امك؟ ومحلل الذهب مش مصدق اللي شايفه، فكنز واحد من الكنوز دي بيقدر ب 500 مليون دولار. جوليوس هيموت على نفسه. دي من الملكة دي. واضح كده ان في ناس هتزعجنا اكتر من الراجل المقنع. جوليوس بيقول له غير الخطة يا اليكس. بيقول له عيوني يا قلب اليكس. والحكم بيبارك لهم. جيم بيقول لها تسلمي بس مش شايفه ان 200 مليون كتير؟ بتقول له مش مهم فكنوز كتير، غير كده انا مش هسمح اي حد يبص للمتعاقد بتاعي باستهزاء. وفجأة مبنى المزاد بينفجر وراهم والدنيا بتزلزل عليه.
عليهم، وكل الناس اشكال والوان بيهربوا من كل مكان. لكن وقبل ما يطلعوا أليكس بيخلص عليهم كلهم، بيفعل مهارة فرن المانا والناس بتبدأ تتحرق من جواهم. عيل صغير بيقع بيترجى جن عشان خاطري، عشان خاطر انا مش عايز اموت هنا. جن خلاص عرف ان النار لما يشعلها الشيطان ما بيتفرقش بين مذنب وبريء.